اوكي، سلام كلكم. نكو عبد الحمد مساكم بفلا بزي نايزوم مسانا زلخم يخونكم ونتوم بفيسبوك تكاتاتلونا لومونا بزي نايسومناوي سمينارنا قاشانا أستاذ محمد نور كران كون كله في حيزو قريب دولار استدما سنو أمرو حبرة السبن مرحتن زبليو نزي بقبو غيرنا إن شاء الله ندسوسينا لو معالتي أستاذ محمد نور كراني أنكو عبد الحمد ساكا، أهلا وسهلا بك في الغرفة. أهلا وسهلا بك، تحياتي لك والأخوة جميعا والأخوات. يا أهلا وسهلا. فإن شاء الله كذا أستاذ محمد نور يعني شوية تعطينا نبذة عنك. دحر بايتها قرب كتلالي نمو أفتيار استغناته. طيب الله يخليك. أول تحياتي للأخوة الأفاضل والأخوات والقيادات الموجودة. وأنا اسمي محمد نور صالح كراني، محمد نور صالح كراني، من مواليد حرقيقو، وعضو قيادي في حزب الوطن الديمقراطي، نائب رئيس ومسؤول العلاقات الخارجية. فيما يتعلق الدراسة يعني درست يعني فلسفة أو ما يسمى تاريخ الأفكار، وأيضا دبلوم في علم النفس السياسي، وشغال في المعارضة الإريترية. و يعني أصبحنا نحن الرعيل الثاني، ناس إبراهيم وأخوة آخرين الرعيل الأول، ونحن أصبحنا الآن الرعيل الثاني في هذا النضال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج على هذا الشعب إن شاء الله. شكرا لك. شكرا أستاذ محمد نور. تفضل قرماي. طبعا أولا سيداتي وسادتي نرحب بكم في هذه الأمسية، وضيفنا اليوم هو أو ضيف هذه السمينار أو الذي سيلقي المحاضرة بعنوان سيكولوجية الجماهير والقيادة هو الأستاذ المناضل محمد نور صالح كراني من مواليد حرقيقو، وعضو في الحزب الوطني الديمقراطي الإريتري. وطبعا الأستاذ محمد نور حصل على دبلوم في سيكولوجية السياسة، والآن يعمل متفرغ في المعارضة مع حزبه الحزب الوطني الديمقراطي الإريتري. وأيضا نحن نتمنى لضيفنا ولكم أمسية سعيدة وممتعة إن شاء الله ومفيدة في نفس الوقت. شكرا. تفضل أستاذ محمد نور. يعني أنت قلت بالعربي اللي قلت أنا أستاذ جرماي، المفروض تقول بالتقرينية مش كده؟ شكرا لك. زي خبركم نايلوم مشيت قاشانا وي نايلو زي أستمروا زغربلنا تقادلاي ممهر محمد نور صالح كرانيو، ممهر محمد تقادلاي ممهر محمد نور صالح كراني أبال هجرامو ديمقراطيا وصل في إيرترا كوينو أبز وانزي أب دم بتقاومو أب كلي أب تحتنا يسلفزي كوينو زك على السلويو أب تمرتو مالت دبلوم أب سايكولوجي زلو كوينو لو مشيت وين بزي عود زملكت بعود سنا أمرو زملكت مالت سنا أمرو هزبن مرحنة أب تحت الزبل زعبة أستمرو كقربلنايو. سلازي ممهر محمد نور صالح كراني كاب مالت أب حرقيقو زي تولدي كوينو، سلازي كاب دك حرقيقو يو كال كله ذكرى مثلني سلازي نزنايلو مشيت أغمز اللون مالت بزحر نرب حلون مشيت كخون تسفى من قبرنا ناب كبور محمد نور صالح كراني نابتي أستمروا قبلكم
سلازي نقدم بل مرحبا أستاذ محمد نور صالح كراني. طيب شكرا لك أخ قرماي، وتحياتي للأخوة والأخوات، و إن شاء الله هذه الندوة يعني تكون معلومات بسيطة ممكن أساهم فيها في واقعنا الإريتري، وأكيد إخوة وقيادات موجودة هنا عندها خبرة وعندها إمكانيات وعندها كفاءات تكمل الصورة اللي نقصت مني حتى تأخذ شكلها الجميل والأفضل بتكامل والتعاون بين الجميع، والمفروض اللي يكون شعارنا. حقيقة أنا حمشي شريحة معك قرماي عشان تتابع معايا. هو محمد نور يا ريت تخلي سلايدز لحالها بدون الباوربوينت هذا، لو تاخذ تمشي جنب حق الصوت اللي موجود في خانة تضغط عليها بيورينا السلايد بس. شفتوا على يسار تحت ايوه اللي هي قبل الماينس اللي موجودة هذه اضغط عليها. في الميكروفون في الباوربوينت نفسه قبل الماينس ساين حق الفويس في إشارة كده زي الشاشة. في الباوربوينت اوكي ايوه. ايش في هذه لا لو ضغطت عليها حتورينا السلايد بس بدون الشكل حق باوربوينت. الان خليني طيب اعمل ستوب شير، اعمل شير ثاني. بهذه الطريقة قصدك أعملها؟ اوكي تيز اوكي خلاص ممكن نمشي. خلاص واصل كده. لازم نقصل. طيب هذا الموضوع حقيقة هو موضوع سيكولوجيا الجماهير والقادة، لأنه كثير من قضايا الآن قاعد تحصل في واقعنا الإريتري في الدول المجاورة والثورات اللي كانت في المنطقة، يعني أحيانا قد لا نستوعب الأمور لأنه معظم تركيزنا يكون في التحليل السياسي يعني. لكن الأبعاد النفسية لهذا الأمر ما تكون موجودة، وبالتالي يعني هذه القضية تنبه لها يعني سابقا في القرن 18 في أواخر أثناء الثورة الفرنسية أحد المفكرين الفرنسيين غوستاف لوبون، وتحدث عن سيكولوجيا الجماهير، ومن انتقلت الناس تطور هذا العلم إلى تقريبا في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي يعني جاء مفهوم علم النفس السياسي، لأنه الصورة ما تكون مكتملة إذا لم تفهم أنت الأبعاد النفسية للقرار السياسي أو للتحرك السياسي إذا أنت ما تربطه بالجانب النفسي أيضا يعني. ولهذا يعني مهم أنك أنت تفهم هذه السيكولوجيا اللي تتحرك بها الجماهير واللي تتخذ بها أيضا القيادات هذا القرار. بقدامنا السلامتاي يقرب كابو خسيلة دما قال حبريتان وكلاتاتنا بزملكتن مزكتاتنا بزملكتن كقرب كفتن إيه أبزي مسانا بزحات عبيتي تقادلتن مهراتن كم تساتفكم سلازلكم زترفني زبلة أو أنت ملالي إنازتك النجارات كان قرب مجمرتا تسفا جبر باركس سنا أمره بوليتيكاو سنا أمره حزبي مالت أزي كله ني كوناتنا بزتن كفن نزل نبرو زلنا حلوات بزرقن كنت نكفو ناي قدنيو إزي أستمبروزي أب عسرت شمون تكفل سبن أب فرنسا بغوستاف جمرة خوينو كاب شعنس عتني تنحانسان نيو دما نزخونا يكون ناي بوليتيكاو سرحات بتكادلو سنا أمرو حزبين بملايين تكونتات بزملكت بسنة فلتتاو أقوى بمحازون دما كم حادة عودي تتحيزو بوليتيكاوي كالسي سنا أمرو حزبين مريحنتن إنها تحاسكا مسكونتات كان إنها رائع خانز خيودلو عودي كوين اللوم هذا. أمين عملت لي شوية مشكلة في الاسم ما قاعد يضبط الباوربوينت.
تقدر ترسل لي بالواتساب؟ خليني أنا أعمله عادي. ايه سوي عادي خلاص يعني، لأنه طيب هذا هذا طيب. أنا حقيقة في المقدمة عشان ما يعني فهمي في الواقع الإريتري الآن الإشكالات اللي موجودة عشان نتجاوزها على السريع. تاريخيا وضع الشعب الإريتري أمام خيارات، يعني هي الاستقلال الناجز، التقسيم، الانضمام، وتقراي تقرين. يعني في الأربعينات من القرن الماضي أو الخمسينات كانت هذه كل قضايا موجودة في الواقع الإريتري، والشعب الإريتري كان عنده دائما يعني خياراته الخاصة اللي كان يفرضها على الجميع. ماركس كمزي أبتي باوربوينت نريو دلنا تاريخ كنتات حزب إرتران مرجعاتهم أبتحتزبل كوبون ناس مرجعات ناس النتن مغالن ويدما عندنتن تقراي تقرينيان أبتحتزبل زي أبربعتاتن حمساتاتن زخيد زنبرة كنتات كينو حزب إرترا دما كابزي مرجو زل على حزبي. رغم كل هذه الخيارات اللي موجودة، لكن الشعب الذي كان له خيار هو رؤيته الوطنية. هذه الرؤية الوطنية يعني حاول أن يفرضها بالعمل السياسي السلمي. كانت أحزاب موجودة، الرابطة الإسلامية، حزب الوحدة، الكتلة الاستقلالية، أيضا في البرلمان الصراع اللي كان موجود. هذه كل الأمور عندما فشلت بدأت أيضا حركة التحرير وما يسمى بالثورة الانقلابية. وعندما فشلت أيضا هذه المسألة والعمل من داخل المدن واللي كان يسمى محور شوعبتة أو مجموعة السبعة، عندما لم تحقق تلك الوسائل أهدافها، فجر ثورة الفاتح من سبتمبر ببنادق صدئة معدودة وعدد من الرجال يعني. لكن هذه البنادق الصدئة وهذا عدد قليل من الرجال كانت كافية ليفرض خيار الشعب الذي خياره وإرادته على الجميع من خلال واقع سياسي والميداني. يعني نحن يعني هدفنا كشعب هو التعايش في كل مكونات إريتريا واستقلال الناجز لها. مباركس مالت ابنا حمساتات تي هاجراوي بوليتيكا سلاماو هاجراو بوليتيكا وكم رجو حزبو ابزوين تنز تمسرتا سلفتات نيرن نساتن وين كم سلفي اسلاماوي متأسسار سلفي عندنا سلفي حديث سلفي برو إيطاليا كم أوين ليبرال حقراو ليبرال بارتي إذا كلاتهم سلامة أجابك قالسوم كسلاسلو مرجعهم كجلسود إحنا مثلنا حقين أبعسو أفدقس لزبس حياتي حقراتي سلامة بوليتيكا قالسي عندنا نابناي منقسقاس تلوثو حركات مسريتا حركاوين بمفنقل منግስት አቢልካ ካውሽት ዝመጽ ለውጢ ከተረጋግጽ ተፈቲኑ እንተኾነ ግን እዘውን አብ ሶ አብ ደገስ ለስበጽ አርሽን ሸዓትን ትንስሳን ሓደን ብ ዕድሚኡ ዝሓለፎ ወይ ዝመረተ ብረት ጌርካ ግን ብዝኾነ ይኹን ምርጭኡ ክውን ምግባርን እቲ ብዘይካ ናጽነት ካል ምርጫ ከም ዘይብሉ ድምፁ ከስምዕን ዝኽኣለሉ ኩነታት ከዓ ተፈጢሩ። لكن الآن خلال الفترة الأخيرة سنتين ثلاثة الأخريات يعني رأينا كأنه التاريخ يكرر نفسه ويدع الشعب الإريتري أمام نفس الخيارات تقريبا، لأن هذا الحوار موجود في واقعنا الافتراضي الآن في النقاشات الموجودة بين الشباب، بين التنظيمات، بين النخب يعني. وكأنه مفروض علينا إما أن القبول بالدكتاتورة العجوز سياس، وكان الآن أنصاره الآن يحتفلوا أنه هو عمل 76 عام، أو خيارات أعلام إريتريا وإثيوبيا أيضا رأيناها في المدن الغربية تمشي مع بعض كأنها تشبه ظاهرة والحنين إلى أيام حزب الوحدة.
وضم إريتريا إلى إثيوبيا، أو خيار أيضا تجراي الكبرى وتجراي تجرينيا وأجازيان وغيرها من أثقاف أحلام اللي قاعد نراها، والنقاشات اللي موجودة. هل عندنا نحن مسافة معينة من البحر ده وكان يسمى بحر النقاش. كثير من القضايا هذه كأننا نعد الأمور عادت بنا إلى أربعينات أو خمسينات فترة تقرير المسير. انت خرجين ابز حلفه كلتا ثلاث عامات ወይ ክልተ ዓመታት ቢሉ ደጊሙ እቲ ናይ ቀደም ናይ 50ታት ዝነበረ ታሪክ ክደግሰና ንሪኦ ኣለና። ንሱ ከዓ ገሌ አንድነት ዝናፈቀ ገለውን ትግራይ ትግርኛ ብዝብል ከምኡውን ኣጋዝያን ብዝብል ስለዚ ደጊምና ናብቲ ናይ 40ታትን 50ታትን ብቃልሲ ዝሰገርናዮም ብቃልሲ ዝሰዓርናዮም ተመሊስና ናብዚ ኩነታት እዚ ናኣቱ ዘለና ኮይኑ ዝመስል ኣብ ኩሉ ባይታ ናይ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ናይ ኤርትራ ወይ ፖለቲካዊ ባይታ ናይ ኤርትራ እዚ ድምፅሳት ኣብ መንጎ መናእሰይን ዓበይትን ክትሰምዖ ይርአ። ስለዚ እቲ ኩነታት እንደገና ንሓምሳታት ዝመስል ኩነታት كتعلاقل زرق زلو يمثل. لكن الشعب الإريتري هو ناضل من أجل بناء وطن تتعايش فيه كل مكوناته، وطن المواطنة والمؤسسات والقانون. السيادة فيه تكون للشعب، هو صاحب القرار وحامل الوحدة والسيادة الوطنية، وليس إسياس كما يدعي أنصاره. يعني سيادتنا وقرارنا المفروض ما يكون مرهون بشخص واحد بعد كل هذه النضالات يعني اللي أثبتنا فيها وحدتنا الوطنية وإرادتنا أيضا للتحرر يعني. وهذا الخيار الوطني في ظني يمثل نبض الشارع الإريتري يعني بمختلف ألوان طيف يعني اتحادات أو منظمات شبابية، يعني منظمات مجتمع مدني، تنظيمات سياسية، لكن مع الأسف لم يستطيع أن يبلور نفسه هذا التيار الوطني كتيار وفئة مدركة يعني وتدع خيارات الوطن وإرادة الشعب في مسارها الوطني الصحيح. كأننا أصبحنا إما تختار تجراي، إما تختار أبي أحمد، إما تختار إسياس، كأن أصبحت هذه الخيارات المتاحة. الخيار الوطني هذا رقمه هو موجود ورقمه هو الأغلبية، لكن ما قادر أن يبلور نفسه وأن يكون تيار يكتسح هذه كل التيارات اللي تجاوزناها مع فترة نضالنا كله، يعني السلمي منه والسياسي منه والعسكري. كم زفلت هاجراو مرجعنا الأولوياتنا ናይ ህዝቢ ክኸውን ነይርዎ ናይ ህዝቢ እውን እዩ። ግን ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ ንሓደ ሰብ ንሓደ ውልቀ መላኺ ዝተገድፈ ጥራይ ኮይኑ ንሱ ዝበሎ ንሱ ደልዮን ዝኸውን ነገራት ከም ዝኸውን ይርአ። ውሳኔታት ድሌታት ናይ ህዝብና ግን እዚ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ነፃ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ህላዌ ናቱ ዝኾነት ልኡላዊት ሃገር ክትህልዎ እዚ ሓሳብ እዝን እዚ ድምፂ እዝን ስጋብ ሕጂ ኣሎ እንተኾነ ግን እዚ ድምፂ እዚ እቲ ካብ ኩሉ ትሒቱ ዝስማዕ ድምፂ እዩ። ብዙሕነት እንከለዎ ናይቶም ዝወሓዱ ብዓውዓውታ ዝስምዑ ብኡ ተዓብሊሉ ይኸይድ ምህላው ንርኢ። ስለዚ እዚ ምርጫና እዚ ናይ ህዝቢ ምርጫን ናይ ብዙሓት ምርጫን ስለ ዝኾነ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ጎሊሁ ነዚ ኩሉ እውን ከምቲ ትማሊ ስዒርዎ ዝወፀ ለውን ስዒርዎ ክወፅእ እዚ ሃገራዊ ድምፂ እዚ ብዓውታን بحيلن كسمعن كدمسنا له. حقيقة هذه كانت نقطة مهمة عشان نثبت المسار الوطني الصحيح. الآن أدخل فيما يتعلق بمفهوم ما يسمى علم النفس السياسي، وهو علم النفس السياسي ويعني علم يطبق مفاهيم ودراسة علم النفس في دراسة الحالة السياسية زي ما ذكرنا، لأنه بدون هذا البعد ما تستطيع أن تفهم يعني المتفاعلين في المجال السياسي والقرارات السياسية أيضا اللي تتخذ. وهو علم له أهمية لفهم أيضا الظاهرة السياسية عبر تطبيقات المعرفة النفسية، وهي حالة أيضا يستخدم فيها العلماء علم النفس كمرآة لفهم الواقع السياسي. يعني كيف تتحرك هذه الجماهير، لماذا اتخذ هذا القرار، لماذا هذه المجموعات هذه مشت هذا الاتجاه وتلك هذا الاتجاه، هذا كله فيها أبعاد نفسية. أيضا هو علم يدرس السيرة الذاتية للأفراد، خاصة
على المستويات القيادية لفهم العوامل والأبعاد والدوافع النفسية التي ينطلقون منها عندما يتخذون القرار السياسي. لأنه إذا ما عرفت هذا الشخص تنشئته، هل نشأ في البيئة السياسية في بيت نضالي أو كان عنده إشكالات في طفولته وبالتالي أثرت أيضا في قراراته في عقليته، هذه كلها لابد أن تفهم على أساس أنك أنت تكون عندك صورة الكاملة لهذه المسألة. ويهتم أيضا علم النفس السياسي بشكل خاص بأنماط الشخصيات القيادية، لأنه لو عرفت نمط هذه الشخصية يمكن أن تفهم يعني إلى أين حيتجه المسار السياسي أو لماذا اتخذ هذا المسار السياسي. مباركس زي قدما بلز تقصكو أقداسي نيرون عوتن حتى كابو حد قسيلة دين بوليتيكاو سنا أمرو نزبل زي أقداسي عودي زي جبا مالتي مخنياتو زي عودي زي اتم أبوليتيكات سعودي موسن تترادلون بوسانيتاتهم نصلو نعاتاتهم كتفلتهم بزعبهم كتفلتن يجبا كمخنياتو اتزوسدو سبونتي كاب نعاتاتهم بمصنعن كم والكسبات بمصنعن التعبابيهم أما ساسهم بمفلات نتزوسدو سبونتي نتزوسدو وساني بوليتيكاوز سبونتن نتيز صوتو بوليتيكاوز اوتان كتللن كتفلتن يجبا كاسل زي كابزي أقداسي نطبزي تبقيسين بارز عودزي بزعبا والكسبات بفلاي كأتون وسنتي زخونو بزعبهم سنا أمراوي أقوى أمومن سنا أمراوي كنتاتهم مفلات أقداس الناس زبرو مخنياتو تيزوستو سبونتي أبتي حبرة تسب سلاون وسانن عبتران سلزلو بزعباتهم كوب يخون بقول كي يخون كنفلتهم يجبأنا نزخ أيو زي عود زي بوليتيكاوي سنا أمرو عودي أبز قداي زي زت أتوكيرو مصنعات زقدرن زقدسن. ولهذا لبون يعني في الثورة الفرنسية لاحظ هذه المسألة. يعني هذا الجمهور المتحرك في الثورة الفرنسية عنده سيكولوجيا، عنده يعني هو سماها روح الجمهور أو نفسية الجمهور يعني. واعتبر أن في تلك الفترة في الثورة الفرنسية يعني زمان كان هي إما الكنيسة أو الحكام أو الطبقة الأرستقراطية أو يعني الطبقة البرجوازية هي هذه اللي كانت تتحرك في الواقع السياسي. لكن في الثورة الفرنسية هو لاحظ أن الجماهير هي اللي انطلقت، وبالتالي هو سماها أنه هو عصر الجماهير، يعني عندما تنطلق وتجتمع وتزيد حماسا واندفاعا. ولهذا يعني كتب هو يعني وجهة نظره هذه أو نظريته هذه، وفيها كثير طبعا الناس ردت عليها، لكن بشكل عام يعني تعتبر نظرية متماسكة حتى الآن يعني. وهذه الجماهير تكون أبعد من التفكير المنطقي والعقلاني ودراسة عواقب الأمور، وبالتالي نحن عندما تنجرف هذه الجماهير وتندفع يعني نراها ما تعمل حساب لا للشرطة ولا للبوليس ولا للقانون، يعني تكون يعني في بعض الأحيان ترى أنت لما تتفرج في التلفزيون يعني ما فيها منطق، ما فيها عقل، يعني ما فيها دراسة لهذه للعواقب الأمور يعني. وهذا هو الجمهور النفسي اللي يعني في الواقع السياسي كيف يفهم من وجهة نظر لوبون، أو حتى على مستوى الأفراد أيضا يتأثرون بهذا الروح الجماهيرية اللي يكون في وسط الجمهور، ويبذلون بسخاء أرواحهم وأموالهم في سبيل تحقيق الأهداف التي آمنت بها الجماهير. ولهذا نرى أيضا الشباب في الثورات الربيع العربي وغيرها وفي المظاهرات يندفعون، يعني حتى الآن نرى إخواننا في السودان كل مرة يسقط شهيد أو شهيدين في كل مظاهرة، والناس لا زالت يعني تبذل أرواحها. لو كان الشخص لوحده ما كان حيقوم بهذه المسألة، لأنه حيخاف وحيعمل حسابه من القانون يعني. أيضا الفرد الحشد الجماهيري الموجه، يعني اللي عنده قضية مش أي جماهير، يعني يفقد خصائصه الفردية المميزة ويتأثر بروح الجمهور، يعني هو ما يفكر كإنسان يعني، سواء كان دكتور أو طبيب أو مهندس، لكن هذه الروح واندفاع الجماهيري اللي هي ونفسية الجمهور هي اللي تحركه، وبالتالي أيضا تكسبه شجاعة وقوة أيضا
في أنه هو يضحي بنفسه وبمصالحه يعني. لذا إذا أردنا فهم تصرفات ويعني سلوك هذا الفرد لابد من استيعاب سلوك الجمهور ونفسيته. يعني هذا الشخص إذا لماذا واحد قاعد يعمل هذا؟ أحيانا تجد أنت مجموعة من الناس أيضا وجدنا الآن نتيجة الحشد اللي موجود يعني تأييد إسياس وإبرازه كقائد ملهم وأسطوري في واقعنا الإريتري، لأن هناك مكنة قاعد توجه الجمهور بهذا الاتجاه يعني. فأحيانا شخصيات كنت تراها متزنة يعني عندها خبرة، عندها علم، عندها كذا، لكن تمشي في اتجاه آخر. إذا لم تستوعب يعني نفسية الجمهور ما تستوعب لماذا هذا الشخص يتصرف بهذه القضية يعني. وهذا الجمهور عند الليبون ليس بالضرورة أن يكون يعني أو الحشد أن يكون متواجد في مكان معين يعني. ومثال ذلك نحن رأينا مدرسة الدياء مثلا يعني، هي كانت في أخريا في إريتريا، وخرج منها تقريبا مقطع يعني 3 دقائق أو 4 دقائق بالكثير عندما كان يتكلم شيخ محمد نور الله يرحمه. لكن المظاهرات انتشرت في كل مناطق الهجرة اللي تواجد فيها الشعب الإريتري يعني بمختلف ألوان طيفه السياسي وأديانه ومكوناته. الفكرة اللي كانت الكل شاعر بالظلم، القسيس موجود في الحجز، الكنيسة مضطهدة، المعاهد يعني رجالات معتقلين، شيخ محمد نور ومدرسته أيضا محاصرين، الناس السياسيين موجودين في السجون. وبالتالي هذا كون لدى الشعب الإريتري يعني الجمهور النفسي، وبالتالي لما انطلقت الشرارة الكل خرج وتظاهر في هذا الاتجاه. هذا اللي هو قاعد يسموه الجمهور النفسي، مش بالضرورة أن يكون متواجد في مكان واحد يعني، بل التوجيه النفسي يكسب روح الجمهور يعني. إذن هذا التوجيه النفسي هو اللي كان حرك أيضا الجماهير في كل مكان مع مدرسة الدياء يعني. وهو حسب فهمه يقول إن هذا الجمهور هذا يعني ذكاء محدود، ويعتبر أقل من ذكاء فرد لأنه يتحرك على شكل مجموع، وأنه في القالب يعني يتحرك عبر عواطف ونتيجة المحرضات، ولا يعمل حساب لعواقب التصرفات ويعني في سلوكها الجمعي. أستاذ كراني، حب في شات تحت الشير بتاعك ده ظاهر عندنا هنا في اللايف. إيش موجود؟ في شات موجود هنا تحت. اللغة السويدية في كتابة سويدية وغير سويدية كمان في شات هنا ظاهر، وفيه كلمات ما لا غير لنا. طيب خليني أوقف أنا. طيب تفضل قرماي. اوكي امبار كمتي سربون زسمعوا اب سورا فرنسا اب مجمر تاعتهم ايتي ويتم وسنتي نايتي بوليتيكا حزب اينبرون تايد بيت مقدس وي بيت كريستيان كومونتهم غزائي مدباتن مسافنتن ازياتهم يمنيرو دحرز جن اتزم دحرز جن بزموائل زي حليفو موائل ناي حزب مسيو سلازي حزبي كنقساقس سلاز جمره نزي سنه حساب زي دما بحزبي بمصنع سلا زقربو اب سفالالي اب تزغبرو مصنعتون بزح مالت بنقفتاوي عين زريو كانت انتلو وسغابلو مدن اتي قنوع كوينو سغاب حجز خيد زلو اغبا مسيو سنه موغت ابزي تحزبي ماركن قساقسون كله تكونتات ناي حزب مسكونينه حزبي كتسمعون نت حزبن تداسنيكا خايخانتو الكسب كتسمعوا التخل مخنياتو ابزي انريوم بارنتايو حزبي ጉዳዩ እንተዳል ኢሉ ስነ ቦታው ዝኾነ ስጉምቲ ኣይኮነን ድወስድ ፖሊስ ኣይግድሶ ምንቅስቃስ ኣይግድሶ ኩሉ እቲ ማለት ሃናጺ ፈውዳ ዝበሃል ወይ ንዑ ዝመስል ስጉምታት ዝወስድ እዚ ስለ ዝኾነ ኢና ሎሚ መንእሰይ ኣብ ፈቐድኡ እንሪኦ ዘለና ድሕር ከይበለ ናይ ህዝቢ ሕቶናት ሕቶ ገይሩ ዋጋ ዝኸፍለሉ ዘሎ ስለዚ بولقو انت زخون نبينو حدا سب انت زخون كند زي منقسقاسن كند زي تبعاتن كترعي كن ات منقسقاس اوش تزبي سلازلو اتي من سيون وي اتزنقساقسون حيلن حبون تبعاتن رخيبو ينقساقس الله ማለት ስለዚህ بزعبا ازوم اتزنقساقس والكسب كن كلنا اتي نتي منقسقاس نايتي حزبينا كنري دلنا إذا نقدر الرسول كم مثالي كنوصل انت داخلنا ابز وانزي ابزي ناي عرب قوعيز نبره من قسقاس انت دارينا تي حزبن تمن سيتن
منسياتن سف زي بالواقع حجوين انتخوني أبزاب السودان زلوا منقسقاس انتدارينا سف زي بالواقع يخفلوا اتي حسابن اتي منقسقاسن ناي حزبو خوينو نحزبي كخفللو يه زواغازي بمبال زوسد سدومتيو كموين سلازي ابوتا وي غزيه وين زتوسنا ايكونن ازي ناي حزب منقسقاس انتداتلاعيلو بحدا سب وي كاب حدا بوتا يجمر ግን ከዓ ናብ ኩሉ ይላባዕ ዝውን ከምቲ ኣብ ኤርትራውን ዝርኤናዮ ኣብ ቤት ትምህርቲ ድያ ሼክ መሐመድ ኑር ዝጀመረ ናይ ኢብያ ተበግሶ ብሓፂር እዋን ኣብ ኩሉ ተላቢዑ ካብ ኩሉ ሸነኻት እንዳተሓወስዎውን ስጋብ ካብቲ ዝተወሰነ ቦታ ተበጊሱ ኣብ ዝሰፍሐ ቦታ ናይቲ ናይ ከተማናት ዘርጊሑ ንሪኦ ስለዚ ናይ ህዝቢ ምንቅስቃስ ዝኾነ ይኹን ገታኢ ዘይብሉ እሞ ከዓ ዝኾነ ይኹን ስነመጎት ዘይክተል ኩሉ ኣብ ቅድሚኡ ብዝፀንሖ እናተንቀሳቀሰ ዝኸይድ ማዕበል እዩ ስለዚ እዚ ፖለቲካዊ ስነ ኣእምሮ እንብለውን ነዚ ናይዚ ህዝቢ እንቅስቃስ እዩ ዘፅንዕ نعم هذا الجمهور أخي أمين أرسلت لك الباوربوينت إذا كان تستطيع اسمه تعمله طيب هذا الجمهور أيضا حسب لبون عنده خصائص نزلها وإن شاء الله أنا بفتح لك إياها بعد شوي في أي سلايد وصلت أنت الرابع ولا الثالث؟ الخصائص يعني هي نصيحتك في النص دخلتني في شغلة كده الآن ذاته ما قادر أخرج منه في الثامن موجود أنا اوكي يلا انا شوي كده بنزلها وبنشرها طيب جيد من الخصائص المميزة ايضا لهذا الجمهور بحسب لبون هي اولا يعني الميزة الاساسية والانفعال والنزوع يعني عنده شطط يعني عندما يندفع هذا الجمهور النفسي ايضا يستخدم العواطف اكثر من العقل والرأي يعني العاطفة هي اللي تغلب عليه وأيضا يتمتع بصفة المبالغة في العواطف والمشاعر يعني والعجز عن المحاكمات العقلية ما تستطيع تناقش معه فكرة في جوانبها العقلية وكذا هو الجمهور ده موجود في الحشد وفي المظاهرات وأول اقتراح يطرح عليه يكون هو السائد دون محاكمات عقلية أيضا الاقتراحات اللي تأتي يعني مش هو فرد يعني ما يقدر يعني يحاكمه بشكل عقلاني يعني وأيضا لا يمكن أن تقنعه بالمحاجات العقلية تقول له هذا ساح وهذا ظلم وهذا كذا هذه كل قضايا ما يستوعبها الجمهور النفسي يعني أيضا من المميزات غياب الرأي الشخصي يعني مش يعني الأشخاص ما يكون عندهم رأي في وسط هذا الجمهور يعني العاطفة بشكل عام هي اللي تحركهم أو رأي الجمهور أو السيكولوجي هي اللي تحركهم يعني أيضا اللاوعي والانتقال من النقيض إلى النقيض يعني وإن هذه الجماهير أيضا لا تقبل الرأي الآخر والنقد يعني الجماهير دكتاتورية هي في لما تكون محتشدة يعني حتى نرى نحن في بعض الاجتماعات لما في يكون حشد ولما جهة متوجهة لما أنت تقول رأي معين مخالف سقبل أسكت وكذا يعني من يعني هذا هي الجانب النفسي أو السيكولوجي للجمهور يعني. أبزد ما تفلوي بحريات نايت حزبي كنريهم كلنا حزبي بسنموغوت زغزا ايكونن بفلاي بحبار ابزن قساقسلون بسمعيت زتغزا እዩ ስለዚ بخال ازراربا ناعمرو سمعيت زعبللو እዩ ዝኾነ ዝቀርብ حساب ወይ እንተኾነ بسنموغوتاዊ አቀራርባ እንተዳቅርብ ካሉ ፍጹም ዘይቅበሉ እዩ ኣብዚ ንገዛ እርሱ ካብ ሓደ ጫፍ ናብ ሓደ ጫፍ ካብ ሓደ ተጋራጫው ጫፍ ናብ ካልኣይ ተጋራጫው ጫፍ ዝንቀሳቀሱን እዩ ስለዚ ህዝቢ ኣብ ምንቅስቃስ ኣብ ዝህልወሉ እዋን ገዛ እርሱ ምልካዊ ዝኸውን ምክንያቱ እዚ ግበር እዚ ኣይትግበር ኢልካዮ ዝሰምዓካ ኣይኮነን ብስምዒቱ እምበር ብኣእምሩ ኣይኮነን ዝንቀሳቀስ أغير السلايد أيوة أيضا الفرد عنده خصائص تميزه عندما يكون في وسط هذا الجمهور أولا يعني يكون في حالة هيجان وسرعان ما تتحول هذه الحالة يعني إلى انجذاب أو الانصهار يعني في وسط هذا الجمهور
وتشعر كأن هذا الإنسان موجود في حالة نوم مغناطيسي، يعني مثل تنويم مغناطيسي، ويتكلم بمشاعره اللاواعية يعني. وأيضا لا يدع حساب لعواقب الأمور والتصرفات التي يقوم بها، يعني يكسر، يحرق كذا في بعض المسائل، وما يعمل حسابه للقانون، لأنه هو يعني يشعر بقوة الجمهور اللي موجود فيه يعني ونفسيته يعني. أيضا الشخصية التي تكتسبها وسط الجمهور تكون هي المهيمنة، يعني النفسية اللي يعيشها أو الجو اللي يعيشه يكون المهيمن فيه يعني. ويتأثر أيضا بالعدوى والأفكار يعني وعواطفه، يصبح عنده ميل شديد لتحويل هذه الأفكار إلى يعني عملية. يعني لو كان هو بمفرده ما يستطيع يعملها، يعني ما يمكن يكسر سيارة لأنه عارف إنه حيدفع ثمنها وحيعاقب فيها وفي قانون وفي محكمة وكذا. لكن لما يكون وسط الجمهور يتصرف يعني بنفس هذه النفسية، يعني تنتقل إليه العدوى يعني. وهذا الفرد من الناحية النفسية اللي هو نفس يعني هو نفس الفرد، ليس هو نفس الفرد اللي يكون يعني لو كان في الوضعية التي يكون بها بمفرده، يعني حيث عنده الثقافة والوعي والعقلانية يعني. لكن وسط الجمهور هذه كل خصائص تختفي يعني. أيضا وسط الجمهور هو أيضا يضحي بسهولة يعني كبيرة، يعني من هذه الميزات من أجل تحقيق مصلحة الجماعة. يعني هو يضحي بمصالحه الذاتية من أجل تحقيق مصلحة الجماعة. وإن هذا القابل على التضحية ليس من طابع الأفراد، لأنه الفرد دائما يريد يحافظ على حياته، يريد أن يحقق مكاسب ويتجنب الخسائر، ولكن وسط الجمهور يكون في هذا الاندفاع يعني. ولا يمكن أن يقوم بها إلا عندما يكون جزءا من الجمهور، يعني هذا يعني التحليل اللي وصله لبون يعني. وتصبح شخصيته الواعية مقيبة يعني، وأدوات التمييز عنده معطلة يعني، لأنه العاطفة هي اللي تسيره مش الجانب العقلاني، وبالتالي لا يكون واعيا بكل التصرفات التي تصدر عنه يعني. يمكن لو تراجع إلى الخلف ويخرج من المظاهرات، لأنه أيضا هذه العواطف وهذه النفسية هي مؤقتة، أنت موجود في وسط الزحمة يعني. لكن لما تخرج ممكن تراجع نفسك وعقليتك يعني. أيضا لبون يسميه الجمهور المجرم، يعني اللي شافوا في الثورة الفرنسية إن مجموعة من الناس تمشي تقتل البرجوازيين أو يعني تعمل أشياء لو كانوا لوحدهم ما كانوا يمكن أن يقوموا بها. وهؤلاء الناس عندما يقتلوا الشخص أيضا بعضهم كانوا سراق يعني معروفين يعني، لكن يأتوا بالمحفظة ويسلموها لقيادة الثورة الفرنسية اللي كانت موجودة. يعني هنا في تناقض يعني، لأنه هو متأثر بالجمهور النفسي أو ما يسميه الهويات القاتلة أمين معروف في كتاب. وهذا رأيناه في رواندا بين التوتسي والهوتي، أيضا رأيناه في دول الجوار. والإشكالية في هذا الجانب الشخص اللي يرتكب هذه الجرائم يعني هو خاضع للتحريض على يعني، والتحريض ده ما يكون يعني عبر شرح طويل وإقناع، يعني عبر الوصف يعني. مثلا في رواندا كان الوصف موجود، هذه الحشرات يعني، وبالتالي كل الوصف مشى عقلية الجمهور إن اللي قاعد يقتله مش إنسان، هو حشرات اللي قاعد يتخلص منها، وهذه الحشرات ضارة يعني. أيضا رأينا في بعض الدول الجوار الخطاب اللي موجود إن هؤلاء الناس سرطان يعني، وبالتالي السرطان قاتل ولا يمكن أن تتخلص منه إلا ببتره يعني. وإذا التخلص منهم وبترهم وإخراجهم من وسط المجموعة الوطنية هو يعني ظاهرة صحية يعني. ايضا راينا في الحرب الاثيوبيه اللي كانت موجوده موضوع مشلخين يعني، وهذه كانت رساله موجهه للجمهورين يعني. الجمهور اللي داخل في المعركه وشاعر بدقت وعاوز يؤدي رساله ان الشعب الاريتري ده لابد يعني ان ينقسم الى بشكل طائفي، وهذه الرساله وصلت ايضا للشعب الاريتري بشكل مباشر. وبالتالي راينا عدد كبير من النشطاء ومن السياسيين يعمل شلوخ في وجهه، لا نحن يعني عارفين الرساله اين قاعد تمشي، ونحن شعب موحد يعني، ولا يمكن ان تقسمنا مثل هذه القضايا يعني. كل هذه الاشياء هي نفسها يعني، لو عاوز تحللها بالجانب السياسي ما يعني شنو مشلخين يعني في الواقع السياسي انت، لكن من الناحيه النفسيه تعرف الرساله الى اين تتجه. وبالتالي كلا الاتجاهين يعني، اللي يريد ان يقسم الشعب الاريتري عرفت اين رسالته، والشعب الاريتري وصلته رساله ايضا، وبالتالي تصدى لها بوحده يعني بين مكوناته. كسيلنا نريهم بأركمتي لوبون زبالو والكسب مالت تي فلوي بأهرياتنا والكسب أوشتي حزبي خونم كلنا خلدل والكسب فلوي بأهريات ما بوشتي حزب خاتم كله فلوي بأهرياتي نايت زجبرو
ነገራት ብዙሕ ዝግደስ ኣይኮነን ዋላ እንታይ ሳዕቤን ከምፅዩ ትዝገብሮ ዘሎ ነገራቱን ኣይግድስን ማኪና ምግልባጥ ድዩ ህንፃ ምንዳድ ድዩ እዚኣቶም ዝኣመሰሉ ነገራት ብፍጹም ብዛዕባኦም ኣይሓስብን ብውልቁ እንትኸውን ነይሩ እንተዝኸውን ከምኡ ክገብር ኣይክእልን ምክንያቱ ክመፅኦ ዝኽእል ነገራት ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ምስ ኣተወ ግን በቲ ስምዒት ናይቲ ህዝብን ብስምዒት ምስ ተገዝአ ናይ ማለት ሞጎታዊን ስነ ሞጎታዊ ውሳኔ ናይ ምውሳድ ጎና ኣቐሚጡ ስምዒታዊ ውሳኔ ናይ ምውሳድ ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ኮይንካ ንሱ ስለ ዝነግስ እዚ ምስ ደበረ ግን ፈፂሙ ዝኽልክሎ ነገር የለን ከምኡ እውን እዚ ውልቀ ሰብ እዚ እቲ ንበይኑ ክገብሮ ዘይክእል ፍጹም ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ምስ ኮነ ክገብሮ ይርአ ማለት እዩ ከምኡ እውን እቲ ኩነታቱ ናይ ሳይኮሎጂካዊ ኩነታቱ ፍጹም በቲ ናይቲ ሳይኮሎጂ ናይቲ ህዝቢ ዝተገፀ ይስብ ብቐሊል ድማ ኩሉ ምእንቲ ህዝቢ በጃ ይገብሮ ዋላ ናይ ፍሉይ ጥቕምታቱን ናቱ ጥቕምታቱን ንድሕሪት ገዲፉ ናይቲ ህዝቢ ጥቕምታት ንቅድሚት ይሰርዕ ማለት እዩ እዚ ከምዚ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ ወይ ኣብ ውሽጢ እቲ ምንቅስቃስ ናይቲ ሕብረተሰብ ኮይኑ ዝገብሮ ዘሎ ግን ንበይኑ ክኸውን እንከሎ ክገብሮ ከም ዘይክእል ኣብቲ መፅናዕቲ ናይ ሊቦንዊን ነዚ ይገልጽ ስለዚ ብኻልእ ኣዘራርባ ስምዒቱ ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ በፂሑ ስነመጎታዊ ዝኾነ ወይ ብኣእምርኡ ናይ ምሕሳብ ኣእምሮ ክሓስቦ ዘለዎ ነገር ከዓ ንጎድሉ ገዲፉ ኩሉ ስራሓቱን ኩሉ ምንቅስቃሳቱን ወይ ኩሉ ተግባራቱን ብስምዒት ዝተገዝአ ይኸውን ኣብዚ እውን ንገዛእ ርእሱ ገለገለ ካብቲ ኣብ ውሽጢ እቲ ህዝቢ ኮይንካ ዝለዓል ቀታሊ መንነታት እውን ይለዓል ማለት እዩ እዚ ከምቲ ኣብ ሩዋንዳ ዝተረኣየ እዚ ቀታሊ መንነት እውን ብነቢል ኣሚን ማዕሉፍ ከም ዝገልጾ እዚ እውን ኣብቲ ኣብ ቱትሲን ኣብ ሁቱን ተረኣየ ምክንያቱ ኣብ ክንዲ ርግእ ኢልካ ብሓሳብካ ምሕሳብ ሓንሳብ እዚኣቶም ማለት ብሓሳኹ ወይ ብፅንፅያ እዮም ኢልካ መግለፂ ምስሃብካዮም ወይ ስም ሰጠመቕካዮም እዚ ንገዛእ ርእሱ ዓብይ ሕማም ኮይኑ ካብቲ ሕጊ ወፂካ ድማ እቲ ዝግበር ነገራት ይግበር ማለት እዩ ስለዚ እዚ እውን እንተኾነ ኣብዚ ከባቢና ኣብዚ እዋን እዚ ዝርአና ንገዛእ ርእሱ ከምኡ ዓይነት ኣገላልፃን ከምኡ ዓይነት ስያሜታት ምሃብን ነቲ ህዝቢ ኣብ ሓደ ንበይኑ ኮይኑ ብኣእምርኡ ዘይኮነ ብስምዒቱ ዝክወስዶ ዝኽእል ስጉምቲ ናብኡ ምድፍፋእ ከብፅሕ ይኽእል እዩ ከም ሙሸለኺን ወይ ጥባሕ ጥባሕ ኣለዎም ኢልካ ዝግበር ዘረባታት እዚ ዝተገብረ መግለፂታት ንገዛእ ርእሱ ናብቲ ቀታሊ መንነታት ኣብ ውሽጢ እቲ ህዝቢ ምስራፁን ብቐሊሉ ክግመት ዘይከኣል ቅበቲ ሓደጋታትን ኣብ ልዕሊ ኣህዛብ ከውርድ ከም ዝኽእል ድማ ኣሎ ስለዚ እምበኣር እቲ ፍሉይ ባህርያት ናይ ውልቀ ሰብ ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ክኸውን ከሎ ብስምዒትን ኩሉ እቲ ዝፈርሆን ብሕጊ ይሕትተኒ ዝብሎን ዝነበረ ነገራት ንጎኒ ገዲፉ ኩሉ እቲ ብሕጊ ክሕትቶ ዝኽእል ክሕትቶ ከም ዘይክእል ኮይኑ ኣብ ውሽጢ እቲ ህዝቢ ኮይንካ ክኸውን ከሎ እዚ ዓይነት ባህሪ እዩ ዘለዎ ውልቀ ሰብ نعم شريحة ثانية أمين أيضا يعني هناك في عوامل يعني مباشرة وعوامل بعيدة يعني مؤثرة في عقائد الجمهور أو في نفسيته وفي تكوينه يعني أهمها هو التحريضات يعني وهذه تكون يعني مش عبر الخطابات الطويلة والعقلانية لا تكون عبر صور وهذه التحريضات والصور شريط أن تكون متكررة ومنتشرة يعني دائما تكون يعني مثل تأثير الإعلانات يعني الإعلان المتكرر وكذا في النهاية يحاول أن يشكل عقلك وذهنيتك وبالتالي تقتنع بالسلعة يعني أيضا من العوامل المباشرة المؤثرة اللغة يعني وبس مش في اللغة يعني الكلمات وأسلوب الخطاب الموجه يعني هذا أيضا إما تهيج الجماهير
أو تهدئها يعني. ولهذا يعني اللي رأيناها مسألة المشلقين، مسألة السرطان، مسألة الحشرات، هذه كلها كلمات يعني، لكن عندها مفعول وتأثير لدى الجمهور يعني، بحيث يكون العقل عاجز عن الوقوف أمامها يعني، لأن هذه العبارات والكلمات تخاطب عاتم الجمهور وليس عقليته يعني. أنت هنا قاعد يعني تحرك مشاعره، تحرك يعني عواطفه يعني، وليس يعني خطاب يكون خطاب عقلاني ومنطقي يعني. وخطورة الكلمات أيضا تكمن لأنها أيضا تختلف في معانيها ومضامينها من شعب إلى شعب أو من العصر إلى عصر مختلف يعني. أنت حتى الآن في الواقع الأريتري لما تجد يعني في عهد إبراهيم وعونة وغيرها، الناس اللي مرت بهذه المآسي لما تذكر كلمة طور سراويت أو تذكر كلمة كوماندوس لها معنى خاص يعني، بالنسبة له كود معين هو يعني، وتأثر في مشاعره، وبالتالي يعني مباشرة يربطها بالمذابح والهجرة والحرائق يعني. فبالتالي أيضا يعني هذه الكلمات لها مدلولاتها ومعانيها تختلف من جهة لجهة ومن شعب لشعب ومن عصر لعصر أيضا يعني. أيضا من العوامل المباشرة يعني تقوم يعني بعملية الإثارة والإقناع الفعال يعني لدى الجمهور، وتحت هذا الضغط يعني الانفعال تصدر القرارات التي تحرك الجماهير البشرية فجأة يعني. بالتالي هذا الجمهور تجده فجأة يعني يقوم يعني بمظاهرات وتشوف كأنه كرة ثلج قاعد تكبر وتتجه يعني. هناك أيضا عوامل بعيدة مؤثرة يعني بجانب هذه العوامل المباشرة اللي هي يعني في العرق أو في الهويات وفي التقاليد الموروثة، وهذه تتشكل يعني عبر المؤسسات سواء تكون تربوية أو التنشئة في الأسرة أو التعليم، وهذه تمر يعني عبر حقب زمنية طويلة يعني ليست مباشرة يعني. وهذا العامل المباشر والعوامل البعيدة أيضا هي تكون يعني تكون آراء الجمهور النفسي اللي أو الجمهور السيكولوجي اللي ذكروا الأبوان. كابتوم كتا رقاحيتات امنت وي نايت حزبي زقرصو زياتهم نجزا ارساتهم كل غزي نوح زرباتات وي مدرتات يكون حصرتيهم ابغلغلي اتومي قانقوا طرحهم وي قالات طرحهم كم مشلخين وي كم انسسا وي كم حساخو يوم زبلو زياتهم نجزا ارسوم زم حلالو هو ملختي قطان نايتي حزبي اتحساسبان امنتن زقرصو كوينوم او مسرت كا منقسقاساتهم يغزوهم مالتي ስለዚህ ኣብዚ ክንሪኦ ዘለና እቲ ዝዝረብ ቃላት ሓደግኡ ዓቢ ምዃኑ ስለዚ ኣብዚ ብሎቦን ክገልጾን ከሎ ሓደ ዝኾነ ይኹን ቃላት ኣብ ኣወጻጽኦምን ኣብ ጠቓቕምኦምን ኣብቲ ህዝቢ ከብፅሕዎ ዝኽእሉ መልእኽትን ብቲ ህዝቢ ብኡ ክግዛኦም ዝኽእልን ሓደገኛ እዮም። እዞም ቃላት እዚኣቶም እውን ካብ ህዝቢ ናብ ህዝቢ ካብ እዋን ናብ እዋን ክፈላለዩ ይኽእሉ። እዚኣቶም ቶም ቀጥታዊ ረቋሒታት ኩሉ ግዜ ዝገብርዎ ነገር እንታይ እዩ? ስምዒታት ናይቲ ህዝቢ ኣላዓኢልካ ኣዕጊብካ ናብ ግብሪ ንምትርጓሙ ዓብይ ፀቕጢ የሕድሩ። ስለዚ ነዚኦም ምስ ገበርካ እቲ ውሳኔታት ነቲ ህዝቢ ዘንቀሳቅስን ነቲ ህዝቢ ኣብ ስምዒት ኣትዩ ኣብቲ ዝደለኻዮ ክእትዎ ናብ ዝኽእልን ውሳኔታት ተኣቱ ማለት እዩ። እቲ ናይ ርሑቕ ረቑሒታት ግን ክግለጽ ዝኽእል ብናይ ሃይማኖት ወይ ናይ ባህሊ ወይ ዝተወርሰ ነገራት ናይ ነዊሕ ሱር ዘለዎ ኮይኑ ከምኡ እውን ኣብ ብመንገዲ ናይ ስርዓተ ትምህርትን ኣተዓባብያን ክካየዱ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ። لو نحن حاولنا الآن أن نطبق يعني هذه المفاهيم أو تحرك الجمهور في الحركات الثورية
وخلينا ناخذ امثله من واقعنا الان، الحراك الثوري السوداني اللي موجود. يعني اول الحراك الثوري الجماهيري يعني سواء كان سلميا او عنيفا يعني هو تراكم يعني تتطلب الزمن والثمن، هذه اللي قلناها يعني العوامل المباشره والعوامل البعيده والتاثير النفسي يعني كلها يعني لها تاثير الى ان تصل الى مرحله الانفجار او التعبير العلني. واهم الاسباب يعني هي والدوافع التي تفجر الحركات الجماعيه وتعتبر من العوامل المهمه في سيكولوجيا الجمهور هو الفعاليه والشعور بالظلم. يعني اذا كان هذا الشعور بالظلم تراكم واصبح يعني يغطي شريحه واسعه من الجمهور ومن المجتمع، يكون نفسيه معينه، وايضا هذا الجمهور من خلال هذا الحراك يشعر انه عنده فعاليه، عنده تاثير. يعني مساله هي ربح وخساره. يعني انا لو دخلت في هذا الحراك حاكون رقم، وبالتالي حستطيع ان اغير، وبالتالي لو كلنا مع بعض نستطيع ان نغير. لو وصلت الجماهير الى هذه المساله تكون تندفع يعني في هذه الحراكات الثوريه ان هي قادره على التغيير. يعني وفي عالمه امريكيه اسمها دانكن يعني تتحدث عن تأثير الوعي الجماعي على الفرد. يعني المجتمع لما يعيش حالة من الظلم أو حالة من الاضطهاد يكون يؤثر على الفرد، لأنه هو عايش في وسط هذا المجتمع وهو الإنسان ابن بيئته. يعني وبالتالي كل التجارب من الحركات والانتفاضات الشعبية وتراكم وتشكل وعيا جماعيا تتوارثه الأجيال. يعني قد لا يكون جيل معين يتحرك، لكن هذا الجيل يورث للجيل الثاني يعني، ويكون له تأثير مباشر على وعي الفرد. يعني وبالتالي نحن الأخوة يتحدثوا الآن اللي خرجوا في الثورة، اللي كان في اتحاد الطلبة، اللي كان في أسمرة، المظاهرات اللي كانت موجودة، الاضطهاد اللي كان موجود، الحركات السياسية اللي كانت موجودة، كلها كانت يعني بوعي أو دون وعي كانت تؤثر فيهم. يعني وبالتالي يعني يكون وعي الأفراد من مختلف الفئات المجتمع. يعني وفي المقابل أيضا نجد أن الفرد يعني له الوعي يعني يؤثر على الجماعة أيضا أو على المجموع. يعني وبالتالي تجد يعني قيادات فكرية وقيادات ثقافية وقيادات اجتماعية تؤثر على المجموع، حيث نجد الوعي بالظلم والشعور به على مستوى الأفراد يكون من الدوافع الرئيسية لتفاعل الجمهور مع الحراك. يعني كل فرد يشعر بهذا الظلم، وبالتالي عندما يجتمع كل هؤلاء الأفراد يعني يكون المجموعة، وبالتالي أيضا يستطيع يحركوا الجماعة. وحسب نظرية هذه العالمة الأمريكية يكون هناك تأثير متبادل بين وعي الجمهور ووعي الفرد والحراك. يعني ናይ ህዝቢ ምንቅስቃስ ሰውራዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ እዚ ሰውራዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ንገዛርሱ ተሓሳስባ እዚ ኣብ ግብሪ ክንሪኦ ይግባአና ማለት እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሱዳን ንሪኦ ካልእ ቦታታት ንሪኦ እዚ ንገዛርሱ ዘምፅኦ እኩብ ድሙር ናይ ወፅዓ ስምዒት እዩ። እዚ ናይ ወፅዓ ስምዒት እዚ ካብ ነዊሕ ግዜ ዝተኣከበ ኮይኑ ኣብ ዝተወሰነ እዋን ግን ኣብቲ ማለት ዝነትጎሉ ወይ ዝባርዓሉ ደረጃ ይበፅሕ። ስለዚ እቲ ነቲ ናይቲ ህዝቢ ንቕሓት ከዓ ይቐርጾ ማለት እዩ። ብኡቢሉ ከዓ እዚ እውን ናብቲ ናይ ውልቀ ሰብ ንቕሓት ይሰጋገር ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ናይ ወፅዓ ስምዒት እዚ ኣብ ውልቀ ሰብ ዝሓደረ ንገዛርሱ ካብ ነዊሕ ግዜ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተሰጋገረን እናተወራረሰን ዝመፀ እዩ። እዚ እውን ንሕና ኣብ ምንቅስቃሳትና እንተዳርኢናዮ ኣብቲ ዝሓለፈ ምንቅስቃስ ናይ ተምሃሮ ምንቅስቃስ ናይ ሰራሕተኛ ይኹን ወይ ካልእ ምንቅስቃሳት ካብ ነዊሕ ግዜ እናተኣከበ ኸይዱ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ከዓ ናብቲ ካልእ ወለዶታት እናሰገረን ካብቲ ሕብረተሰብ ናብቲ ውልቀ ሰብ እውን እናፀለወን ስለዚ እቲ ናይቲ ውልቀ ሰብ ንቕሓት ናይቲ ሕብረተሰብ ካብቲ ሕብረተሰብ ንቕሓት ዝተወሰ ኮይኑ ንረኽቦ እቲ ወፅዓ ዘምፅኦ ስምዒት ከዓ ኣብ ሓደ መዓልቲ ወይ ኣብ ሓደ እዋን ዝተወልደ ዘይኮነ እኩብ እናተደራረበ ዝመፀ ኣብ ምስ ግዜ ዝተቐርፀን ዝተጠርየን ስምዒት እዩ። نعم
الآن لو أخذنا مثال يعني هذا الكلام اللي كان يقال لو طبقناه في السودان الآن، يعني الواقع اللي كان يعني قبل 2018 2019 كانت هناك صفوف طويلة للحصول على الخبز المدعوم، وهو اللي فجر الثورة. كان يعني تضاعف أسعار السلع بشكل جنوني، يعني حتى الوجبات البسيطة يعني ترتفع بشكل يعني فوق طاقة البسطاء من الناس. يعني طوابير أيضا ليس فقط في الخبز، أيضا في السيارات لساعات طويل في محطات الوقود، وبالتالي أزمة في قطاعات النقل والمواصلات يتضرر منها الكل، اللي يمشي الشغل اللي يمشي المدرسة. أيضا تضرر منها أيضا القطاع الزراعي في الريف، يعني انقطع الديزل وبالتالي التي يعتمد على أثناء الحصاد، يعني زاد حدة الأزمة في الريف وفي الزراعة التي تشكل 80% من سكان السودان. أيضا ليس فقط الفقراء هؤلاء يعني اللي واقفين في الطوابير، حتى الناس اللي عندهم إمكانات وأموال عندهم أيضا كانت هناك في أزمة سيولة يعني وفي البنوك، وبالتالي أيضا سببت في طوابير أخرى في المصارف لسحب يعني ما يكفي من المصاريف اليومية يعني. فأصبح طابور وراء طابور، طابور في الخبز وطابور في الوقود وطابور في يعني في البنوك. هذا كله شكل يعني جمهور واحد، يعني الكل قاعد يعاني من هذه المعاناة. مباركس نزي أب جبرت نريهم تداخلنا في السودان نردي كم مثالين تداوسيدنا أب السودان مالتنا يحبس جستدقومي حبستي واقع نعون مركب نوح تسريعك جزء مالت بخبور مجزاء منهار ناي بعدي منهار ناي واقعات كمون تي هزبي كرخبو زخل مسرتاوي مدبي كاب عقمون لعلي زخونه بكتجمتو زي كواجان المنهار نوح السلفي انتي نوح ساعات سوس السلفي اب ناي معدلي ناي بنزين دو مبال سلازي زوين مسؤو اخذتلوز مسء ناي مقعازيا مسان سلازي تمهراي بيت تمرتخ بس حيك سرحتنيا سرعو خيدا كل بسكال فلسفلي قدايتهم قبلوا زي يقولون درجه مبصحهم ازين غزا رسو تي وحدي ناي ندادي تي لعلي 8 كامي تزخونه ناي قطر تقماتي اب حرشا زنبر حزبين بعبي درجو تغوديو مالتزو كابز قصيلوين ناي وحدي ناي باتيرا كاب بانكتاتن كاب ناي كالو ناي ገንዘብ مشرفت بوتاتاتن بمسان سلازي از كله تتقاليلو ابت حزبي نغزا ارسو عبي ناي صقم ناي توسع له ناي مبالن سمعيت فتيو. نعم، ولهذا نجد العالم الامريكي هذه دانكن يعني وجدت تحليل لسيكولوجيا الحراك الجماعي، وحقيقة يعني في كل قضية تجد أنت عندما تبحث هناك في معرفة وفي علم وفي علماء يتحرك فيها، لكن نحن نتعامل معها في بعض الأحيان بسطحية يعني. وهي يعني في هذا الجانب جمعت 4 نظريات نفسية واجتماعية في نموذج واحد اللي ذكرنا الوعي الجماعي. يعني أولا أن مجموعة من الناس تشعر بالظلم وتكون هوية معينة، هوية المجموعة أو الجمهور النفسي. قناعة الفرد المنتمي لهذه المجموعة أيضا يشعر بأن هذا الحراك له تأثير وفعالية. وفي هذا النموذج أيضا هناك تأثير متبادل بين الوعي الجمعي والتحرك الجماعي وتجارب الفرد أو الأفراد في الحراك. يعني إذن هي جمعت يعني النموذج متغيرات الوعي المجموعة لما يسمى من علم النفس الاجتماعي، وأخذ أيضا متغيرات الفروق الفردية من علم النفس الشخصي يعني. وبالتالي يعني الوعي الجماعي يتكون من الشعور بالظلم ويكون هوية معينة أو نفسية معينة، وأيضا نشعر بالفعالية أن حراكه هذا يستطيع أن يوجد فارق في الأرض يعني. ስለዚህ ናይ ዳንከን ስነ ሓሳብ ኣብ ስነ ኣእምሮ ማሕበራዊ ምንቅስቃስ እንታይ ይርዩ 4 ነገራት ይርዩ። ሓደ ማለት እቲ ስነ ኣእምሮ
سنا أمرو ناي تحبرتسب كم أون نقحات ناي حبار نقحات بمالت توسع بوسعة مسمع وسع توسع له مبالن كم أون مننت نايتي هزبن قصيلو عقبت نايتي والكسب مستحبرتسب زت أساسر أزيز جبر زلوا من قصاص نجزاء رسو صلوان وسعيتن كله إلكا مؤمن أزي عينة موديل أزي نجزاء رسو تبادأ مالت تلاواتي سمعيتات كحدر كيلو أمونغو تي ناي تحبرتسب حاتن ناي حبارن ناي ولك حاتن كرجاجس كيلو سلازي مسؤول مع نايتهم من قصاصات نايتهم والكسبات عوشتتي من قصاص كعافة يروم في جانب هذا أيضا يعني في عالمة اجتماع جزائرية اسمها كريمة اللازالي، هي درست الحراك الجزائري وركزت في نقطتين يعني أيضا بالنسبة لنا مهمة عشان نستوعب هذه القضية يعني، وحنطبق أيضا في الواقع السوداني الحراك الآن الموجود يعني، اللي هي سمتها الذاكرة التاريخية والمساحات البيداء للذاكرة يعني. ويعني هي رأت أن الذاكرة التاريخية هذه استخدمت في الحراك الجزائري، وأيضا أنا وجدت نفس هذه الذاكرة أيضا استخدمت يعني بوعي أو غير وعي في الواقع السوداني يعني. أولا توقيت مواعيد الحشود الضخمة يعني ربطت مثلا موعد خروج المظاهرات يعني 6 أبريل 2019 يعني ربط أيضا ب يعني انتفاضة اللي كانت جعفر نميري في 6 أبريل 85 يعني أنت تجد يعني الجمهور طالما استطاع في 85 في 6 أبريل أن يعني ينقلب على نميري يستطيع أيضا أن يعمل نفس الشيء، وهذه الذاكرة التاريخية يعني. أيضا أغاني ثورية تاريخية أيضا استخدمت يعني لحشد الجماهير، واللي كانت قناها وردي في ثورة 64 يعني أصبح الصبح ولا السجن ولا السجان باق، هي كانت أيضا المدوية يعني هذا أغنية يعني. أيضا رفعت شعارات مشابهة اللي كانت في أيام عبود أو أيام ثورة المهدي عندما وصلوا القصر وقتلوا الحاكم البريطاني، واللي شعار المرفوع إلى القصر حتى النصر. والآن تجد الشباب يعني يحاولوا أن يقتحموا أو يقتربوا من القصر اللي موجودين فيه العسكر يعني، وهذا رفع أيضا يعني شعار زي ما ذكرت ضد حكم عبود، وهذه الذاكرة التاريخية أيضا تستخدم الآن يعني. وهي تقول بعدما تنتصر هذه الثورة وبعدما يكون في التغيير تكون هناك في مساحة بيداء من الذاكرة، هذه المساحة البيداء يكون فيها صراع يعني، بحيث الآن المكونات الموجودة سواء الهويات أو الثقافات أو الأحزاب أو التعدد الموجود يعني، كل واحد منهم في التشكل الجديد يريد أن تكون له مكانة يعني في السودان الجديد، زي ما نحن الآن نجد إشكالات ورهات موجودة في واقعنا الأريد يعني هذه المساحة البيداء يعني يتم فيها كل واحد يعني إما يأخذ نصيبه أو يفرض إرادته فيها يعني. ولهذا هي رأت إن أيضا الحراك يعني يتأثر بالذاكرة التاريخية ويتأثر أيضا بالمساحة البيداء الموجودة في الذاكرة. كم وين محبرة ناي كريمة لازالي استخدمته كلتا أجاباب ناي هزباوي من قصاص كتقص فتوت سلازي تنكلتز تقص التنوين أب السودان دارجاز تراعية كوينو يرخبو مالتيو اتحادي اتي تاريخ أو تذكرو وابتي هزبي زلو ابتحاجر زلو تذكرو كون كالو تخال عيد ما تي صعدا بايتا زبليو سلازي اتي تاريخ أو تذكرون تدارينا بالسودان نجزا أرسو أبشحن 988 حمشتن قبل علي نميري سرعتنا من قال تجبر من قصاصات إذن تدا بتقوان تغير خوينو لومي وين مرونايت حزب سلازلو أبكل تشحن 10 زيد جملو مخنياتات يلون كم وين نجزا أرسو تيز تتقملو مزامرات
ሰውራው ደርፍታትን ተዳሪኻ እቲ ኣብ 64 ናይ ዓቡድ መግዛእቲ መፈንቅለ መንግስቲ ኣብ ዝተገብረሉ ናይ ሰውራ ኦክቶበር ኩሉ እቲ ወርዲ ኣብቲ እዋን ዝደረፈ ወይን ኣብዚ እዋን እዚ እውን ተደሪፉ ምልዓል ክገብር ክኢሉ ማለት እዩ ንሱ ከዓ ከም መረድኡ ማለት بزي أصبح الصبح ولا السجن ولا السجان بعد زبل نقدر زارسو تي مالت مريت وجحو أسراين تأسراين زي بلو كنتات تفتيو زبل مزمورون زارسو إزي انتاير إينا تي كوب تاريخاو تذكره أوش تهزب زلو كل جزيان عقيل كان زحجي وين زقات مكة زلو نقرأ كتنكساسن كتلعالن كم زخيل يقبره كان مخنياتو تمالز تقبره لومين زي يقبرلو مخنيات تخونتات معون تدا مسيلي لومين زي يقبرلو مخنياتات قال اتي سعدا بايتاز بلوين ابزي اتي كله اتي اذن تدا غيره انا قنوع تي كله كقبرو زلن كرخبو زلن كعوتلو زلن كعوتلو يزبل بايتاوين يرئي كمالتي سلازي ازي كريمة لازال زبلتون قد أرسلومي بتكبر أب السودان نريو أبتي حزبهم قصاصنا السودان نريو. نعم. قبل ما أختم وأنتقل في الفقرة الثانية هو أنماط الشخصيات القيادية يعني لذا يعني المساهمة هذه البسيطة والمتواضعة كانت على أساس أن نحن نفهم حقيقة يعني في واقعنا الإريتري أيضا لو حصل مثل هذه الأشياء كيف نتعامل معها وكيف نفهم يعني الكلام اللي يقال نحن شعب إريتري لسنا كالآخرين ونحن شعب واعي وعندنا تاريخ وعندنا كذا يعني هذا حقيقة يعني فرضية لكن في الواقع العملي قد تخذلنا يعني إذا لم نستعد لها يعني بالعربي خدها بالتقرينيا نحن كم قالوا تايكونا نحن مع بالحزبنا بالتقرينيا تسمعها بالعربي تسمعها بالتقري تسمعها هذا حقيقة هذا الواقع لو فعلا عاوزين نعمل واقع معاش لابد أن نكون واعيين لو حصل مثل هذا الحراك كيف نستطيع أن نتصدى له وكيف نستوعب حراك الجمهور النفسي كيف أيضا نحركه نحن أو كيف نتصدى له لو حركوه الآخرين لأنه إريتريا الآن يعني مرصودة من عفارة الجن والإنس يعني وإذا لم ننتبه لهذه القضايا يعني هذا علم هو ومجموعة من الناس خبراء موجودين يستطيعوا أن يحركوا الشارع يعني بدون أن تعرف وبدون أن يعرف الشارع أيضا ضد مصالحه وضد أهدافه وبالتالي نحن كيف أن نكون واعيين لكل هذه المسائل يعني بقضايا علمية وفرديات حقيقية ممكن تتحقق في الأرض. كابزي كسيلة كريو دليل دلخوتي مريحنة موديلن زبليو نحنا كل جزية كم إريتراويان كل جزية نبلو نجارات علو نحنا كم قالوا تزبي كنا معبولاتينا حق نفلتينا زبل بزح جزية العلوين إزي ب مالت بسنا حساب كخون يخيل زجن حقين خنجبرو حقين خون جن انتاي كنجبر علنا لنا كنحسب علنا كون خنجبرو خا نربحنا كميجرنا نبربحنا نلوطوين إذن نبلو زلنا كن عينلون كن كساقسلون علنا مغنياتو ناي حزبي من كساسات وين حزبي جلس بحث قاعد يوم نربحهم نتقمهم كنقساقسون اب ربحهم كوعلون نربحهم كسرحون سلازخلو انصار ربحو كقالسون سلازخلو سلازي ازي باتكرو انتاي كنغبرالنا كمز عينت كنتات نخين ودقلتا كرئ زلو نغرات ينبر نتي اباهلا كل غزي نبلو كلنا بكل قانقاتنا نبلو ايو نحنا خم كالوت ايكوننا نزبل جن نسو ترايلكا انصار ربحخان ربحخا زغد نغراتن اغاغيوم زغاغيو حساباتن اي كلون يملكا تزاني خان دكسكان زحدرو قداي يكون. طيب الجانب الثاني من القضية هو يعني الشخصيات القيادية اللي تكون يعني عند القرار السياسي يعني وهذه الشخصيات أي إنسان عادي يعني عنده نمط من الشخصيات مثلا فلان تقول هذا يعني سريع القدب أو فلان طيب هو أنت قاعد توصف شخصيته يعني والشخصية النرجسية هي أخطر الشخصيات إذا كانت تمارس السلطة يعني حيث نجد صاحب هذه الشخصية أول يرى لنفسه العظمة والأهمية وقدرات هائلة
أيضا يكون يعني تضخيم الذات، يعني حيث تكون هي نقطة التمركز يعني، وتبقى الأنانية المفرطة والنظرة الفوقية والنظرة الدونية أيضا للآخرين وتسفيه رأي الآخر والأتباع، حتى الأتباع اللي الموجودين قريبين منه. أيضا عشان نفهم قرار هذه الشخصية السياسية لا يكفي التحليل السياسي وحده، لا يمكن أن نقول نحن والله فقط عشان خلفيته كذا وأيديولوجيته كذا، لا، لابد أن نفهم أيضا نفسيته يعني. وبالتالي نحتاج أن نستخدم علم النفس السياسي أو السيكولوجيا اللي ذكرها ليبون عشان نفهم لماذا تحرك هذا الشخص بهذا أو توجه هذا التوجه يعني. لأنه من طبيعة الشخصية النرجسية أيضا المبالغة في قيمة المواهب، يشعر أنه هو يملك مواهب متعددة وقدرات وإنجازات ومكانة شخصية، لذا يتطلب يعني مقدرة خاصة وتعامل خاص حتى نفهم قراراته، لأن في القالب يكون يعني هذا الشخص عنده يعني مصاب بجنون العدم يعني. وهذا ليس فقط الشخصيات الدكتاتورية يعني حتى في الدول الديمقراطية يكون موجود. مثال على ذلك مثلا في أمريكا رأينا ترامب يعني كيف كان يتصرف بهذا التعالي وبطريقة قريبة واحد يستوعب. لكن في الدول الديمقراطية أو في المؤسسات الديمقراطية هناك في ضوابط يعني، في مؤسسات التشريعية موجودة، في الوزارات موجودة، في المستشارين موجودين يضبطوا هذا المسار. لكن في الدول الدكتاتورية والاستبدادية الشخص هو الوحيد اللي يتحرك، وبالتالي شخصيته النرجسية تكون طاغية وما في حد يردعه مثل ما ردعت الآن في أمريكا يعني من قبل المؤسسات، وقال نحن لابد ديمقراطيتنا في خطر وكل تحرك يعني. لكن أنت في الدولة الاستبدادية لا تستطيع أن تتحرك، وها نحن عاجزين الآن أمام السياسة. መራሕቲ ባእታታት ኣብዚ ባህርያቶም ክንፈልጦም ከነልዮና ኣለና። ኩሉ ግዜ ከዓ ንብል ኢና እዚ ባህሪኡ ቀልጢፉ ተቆጣዓይ እዩ፣ እዚ ተፃዋራይ እዩ፣ እዚ ማለት ብዘገምታ ውሳኔ ዝወስድ እዩ ኢልና ንዛረብ ኢና ማለት እዩ። ግን እቶም ቀንዲ ማለት ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝኾኑ ግን እቶም ኣንነታዊ ዘጥቅዖም መራሕቲ እዮም። እዚኣቶም ሓደገኛነቶም ንገዛእ ርእሱ ብዘይካ ነብሶም ንኻልእ ዘይፈልጡ ንኻልእ ኣናኢሶም ዝርዩ ማለት ብናይ ዓብዪ እየ ኣነ ማለት ሎጋሎሚያክ ዝበለ ዝኣመሰለ ሕማማት ዘጥቅዖም ስለ ዝኾኑ እዚ ንገዛእ ርእሱ እዚኣቶም ከምዚ ዓይነት መራሕቲ እቲ ስነ ኣእምራዊ ኣቃውምኦም ከነፅንዖን ክርአን ክፍለጥን ኣለዎ። ምክንያቱ ኣብ ዘውድቑካ ሽግር ሰብ ዘይብል ሽግር እዩ። እዞም ዓይነት ሰባት እዚኣቶም ንገዛእ ርእሱ ኣብ ገለገለ ቦታታት ርኢናዮም ኢና። ዋላ እውን ኣብቲ ምዕቡል ናይ ምዕራብ ሃገራት ከም ትራምፕ ክንወስድ ንኽእል ኢና። ግን እዚ ግን እቲ ዝደልዮ ወይ እቲ ዝስምዖ ከምቲ ዝስምዖን ከምቲ ዝደልዮም ክገብር ኣይከኣለን። ምክንያቱ እቲ ሃገር ናይ ትካላት ሃገር ስለ ዝኾነ ዝቕይዱን ዝኽልክሉን ትካላት ዘለዎ ሃገር ስለ ዝኾነ ኣብ ዝኾነ ይኹን ከምኡ ዓይነት ኣብ ዘርእየሉን ከርእየሉ ኣብ ዝፍተነን ብሕግን በቲ ትካላዊ ኣሰራርሓን ተኸልኪሉ እዞም ሕግን ትካላዊ ኣሰራርሓ ኣብ ዘይህልዎም ከም ሃገርና ከምዚ ናይ በዓል ኢሳያስ ዝገብርዎ እንተደኣ ኮይኑ ግን እቲ ክመፅእ ዝኽእል ሓደጋ ስጋብ ክንደይ ከም ምዃኑ ክርአየካ ይኽእል። ስለዚ ባህርያት ናይቶም መራሕቲ ባእታታት ክፅናዕን ክፍለጥን ኣለዎ ዝበሃል ከዓ ካብዚ ሓደጋታት እዚ ንምድሓንን ነዚ ሓደጋታት እዚ ንምግታእን እዩ። لو أخذنا الآن معالم الشخصية النرجسية لإسياس، وقاعدين نقول إسياس لأنه هو الآن الموجود في السلطة، هو كشخصية عامة في الواقع الإريترياني يعني. أنا أعتقد أن إسياس هو فقط مش دكتاتور يعني، بل يعني أيضا شخصية يعني تتنازع الكثير من التعقيدات النفسية يعني، وهذه التعقيدات النفسية متراكمة على مدى زمن طويل حتى من الطفولة. وأعتقد عدد من الكتاب الإريتريين كتبوا في هذا الاتجاه يعني. أيضا في الأنظمة الدكتاتورية يعني الخطورة أن القرارات السياسية
يعني فردية، وبالتالي هي انعكاس لشخصية هذا القائد يعني، واللي بروفايل سيرته الذاتية ونمط شخصيته النرجسية وطموحه الشخصي أيضا، ولكل ذلك تأثيره المباشر على القرار السياسي وأسلوب الحكم وتصرف السلطات يعني. ولهذا نحن نرى الآن يعني المتحكم يعني في كل المشهد في إريتريا هو سياسي يعني. شخصيته هي الطاغية، يعني عقليته هي اللي تسير الدولة، ونرجسيته هي اللي يعني تدخلنا من مشكلة إلى مشكلة أخرى يعني. أيضا معظم السياسات وقرارات الحرب والسلم هو انعكاس لهذه النفسيات، يعني لنفسية هذا القائد وبالذات السياسي يعني، وتجد فيها أثر لعقده النفسية وخصوماته أيضا وتنافس شخصي مع الأقران سواء كان ملا الزناوي وغيره يعني، وليس في أي مصلحة للوطن ولا الشعب عن حسب اعتقاده إلا ما كنا عشنا هذا كل السنين يعني. أبو القاسم حاج حمد يعني من ضمن الكتابات يقول إريتريا بالنسبة لإساس يعني هو يعرفه معرفة شخصية ودائما يصفه بصديقي ومقرب له ويحمل جنسيتين إريترية وسودانية يعني هو مفكر. يقول إريتريا بالنسبة لإساس لوحة فنية خاصة لا يريد أن يشاركه في أحد يعني فقط هو عاوز يرسم هذه اللوحة كما يريد يعني. وأنا أعتقد هذا أيضا أنانية مفرطة يعني، منعت إساس هذا الحق أن إريتريا يشكلها كلوحة فنية كما يريد يعني إريتريا فعلا يعني في ظني لوحة فنية وجميلة، لكن شوهها إسياس نتيجة هذه العقد النفسية التي ذكرناها والشخصية النرجسية الطاغية عنده. እቲ ነርጅሳዊ ባህርያት ወይ ኣነነታዊ ባህርያት ናይ ኢሳያስ ንገዛእሱ ምልክት ራእይ ኣይኮነን። ብዙሓት እውን ከም ዝገለፅዎ ካብ ኣተዓባቢኡ ካብ ኣመፃፅኡ ካብቲ ናይ ነዊሕ ዓመታት ዝገብሮ ዝነበረ ተግባራት ብዙሕ ውስብስብ ዝበለን ብዙሕ ማለት ዝተኣከበ ነገራት ኣለዎ ማለት እዩ። እዚ ድማ ነፀብራቅ ናይቲ ኩሉ ናይቲ ኣተሃናፁን ናይቲ ኣተዓባብያን ናይቲ ኣመፃፅኣን እዩ። እዚ ከዓ ኣብ ምንታይ የንፀባርቕ እንተደኣልና እቲ ኩሉ ዝወስዶ ፖለቲካዊ ውሳኔታት የንፀባርቕ ከም ናይ ውሳኔ ሰላምን ውግእን ንምውሳድ ምንም ሽግር የብሉን ንዑ ነዚ ንክገብሮ። ስለዚ እዚ ዓይነት መሪሕነት እዚ ወይ እዚ ዓይነት መራሒ እዚ ውፅኢት ናይቲ ኩሉ ስነ ኣእምራዊ ኣቋምኡ ናቱ እዩ። ንገዛእ ርእሱ ካብቶም ሓደ ካብቶም ናይ ቀረባ ብፆቱ ነብስሄር አቡልቃስም ሓጅ ሓመድ ዓርኪ ኢሳያስ እዩ። ሕጂ ክገልፆ እንከሎ ኢሳያስ ንኤርትራ ሓንቲ ናቱ ፍልይቲ ማለት ኣብ ናይ መስኣሊ ቦታ ዘቐመጣ ወይ ኣብ ናይ መስኣሊ ቦታ ዘቐመጦ ወረቐት ከም ድላይ ዝስእሎ ቦር ናቱ እያ። ስለዚ ኣብዚኣ ዝደለየ ሕብሪ ዝለኽያ ዝደለየ ቅብኣ ዝቐብኣ ናቱ ቅብኣ ገይሩ እዩ ዝወስዳ። ኩሉ ተግባራቱ ከዓ በዚ ይገልጾ ማለት እዩ። ሓጅ ኣሕመድ ከም ናቱ ናይ ቀረባ ዓርክን بزعبوا بزح زبالة. نعم. لو نحن الآن هذه المسألة لو يعني المقابلة الأخيرة اللي كان عمل إسياس عشان نعرف هذه الشخصية، يعني العام اللي قبله اتكلم في الدستور الإثيوبي وما 39 في هذا العام كرر أيضا، وأنه هو أيضا استشاروه وقرأ هذا الدستور 4 مرات. يعني عاوز يورينا إن يعني عنده يعني مكانة في هذا المنطقة وعنده تأثيره ودوره ومركزيته أيضا، وبالتالي أيضا للجمهور النفسي اللي عاوز يوجه له رسالة يعني أنا زعيم بهذه المواصفات وزعيم أسطوري وأعرف خبايا الأمور والمنطقة. أيضا نتحدث عن الصومال ونتحدث عن السودان، يعني عن 19 حرامي ومنتج واحد. هذه كل القضايا عشان يقول للناس أنا إذا كنت أدري يعني عندي دراية بأحوال المنطقة إذا الأمر الإريتري بالنسبة لي شيء سهل لأنه خبزت وعجنت ل40 سنة. هذه الرسالة التي يعني تريد أن تصل يعني. هذه الأنظمة أو هذه الأنماط من الشخصية يعني تعقد الجمهور يعني وتغير من سلوكه، وبالتالي ابن خلدون يقول الشعوب المقهورة عندما تعيش في قهر تسوء أخلاقها يعني حتى الشعوب وتتأثر يعني. ورأينا إحنا كيف يعني
هذه الجماهير تتغير سيكولوجيتها عندما تكون في جموع، ما بالك إذا كان موجه فيها إعلام وشغالة فيها ناس يعني. ولا يعني النظرة اللي وصل ابن خلدون في كتابه الشعوب المقهورة تسوء أخلاقها، وأن الإنسان إذا ما طال به التهميش يصبح كالبهيمة لا يهمه سوى الأكل والشرب والقريض يعني. يعني نتمنى شعبنا ما يصل إلى هذه المرحلة يعني. وبالذات في الأنظمة القمعية يعني اللي تعمل بشكل ممنهج وعبر كل الوسائل الممكنة في تنشئة الشعوب على ثقافة الاستعباد والتبعية. يعني هذه الأنظمة يعني تعتبر الشعوب يعني ملك لها يعني ولهذه الحكومات، وليس العكس يعني. الدولة هي السيد وهي الشرعية وهي القانون، تحتكر كل شيء، الثروة والسلطة والتاريخ وتفسيره والحاضر أيضا وتسويره والمستقبل أيضا والتخطيط له. يعني أساس الآن قاعد يقول لي أنا هعمل خطة واتفاقيات مع الصين وحبني لكم الطرق اللي أنتم ما بنيتوها، اللي كان يحملنا فيها مسألة فشل أي جبرنان أي كم ده إيش معنى. وبالتالي يعني التخطيط لما يحقق مصالحها ويعز سلطاتها يعني سلطات الدولة يعني، بل بما يشبع قرائد الدكتاتور وطموحه يعني. وهذا اللي قاعد نراه نحن في واقعنا الاريتري، كل الامور يعني تشبع قرائد السياسة وطموحاته يعني. ኣብዚ ናይ መወዳእታ መግለፂኡ ወይ ምስ ናይ ዜና ማዕከናት ዝገበሮ ርክባት ንኮለና ንገዛ ርሱ ብዛዕባ አንቀጽ 39 ናይ ኢትዮጵያ ብዙሕ ዝተዘርበሉ እዩ። ኣብዚ ከባቢ ኣነ ዓቢ መራሒ እዩ ክብል ዝፍትን ነይሩ። ምክንያቱ እዚ ከም ዘይጠቅም ነጊረዮም ነይሮም ሰንበብክዎ እዚ ዝኾነ ይኹን ኣይርብሕን ኢለ ነይረ። ከምኡውን ብዛዕባ ሶማሌ ይዛረብ እዚ ኩሉ ዘርኤካ ብዛዕባ ኩሉ ዝፈልጥን ናይዚ ኩሉ መራሒ ክኸውንን ዝደሊ ንጉዳይ ኤርትራ ንዕኡ ሓደ ንእሽተይ ጉዳይ ምዃኑ እዩ ዘርኤካ። ስለዚ ኣብዚ ክንግንዘቦ ዘለና ውፅዓት ኣህዛብ ኩሉ ግዜ ጠባዮም ይብለል ወይ ይባላሸው እዩ ከምቲ እብኒ ኸልዱን ዝበሎ። ስለዚ እምበኣር ከምዚ እንተደኣ ኮይኖም ማለት ብስሩዕ እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም እንታይ ዓይነት ሰባት ምዃኖም እንተደኣ ተነጊሩዎም እንተደኣ ተገሊፅ ተደጋጋሚ ተባሂልዎም እውን እዚ ንገዛ ርሱ ሓደገኛ ጠባይ ናይቶም ኣህዛብ ክርአ ይኽእል እዩ። ኣብ መወዳእታ ኢሳያስ እታ ደውላ ንኩሉ ድሌታቱ ተማልእ እምበር ንድሌታት ህዝቢ ተማልእ ደውላ ከም ዘይኮነት እዩ ዝገልፀልና ኩሉ ግዜ። እዚ ንሱ ስለ ዝኾነ ከዓ ሓደ ግዜ የብልኩምን መንገዲ የብልኩምን ፋብሪካታት የብልኩምን ከተማታት የብልኩምን ኣፍ ደገ ባሕርታት ድና ፀኒሑ እንደገና ከዓ ተመሊሱ ከዓ ሕጂ ብዝገብሮ ዘሎ ስምምዕ ሓድሽ መንገድታት ገብረልና ስለ ዝኾነ ከም እንደገና ሓድሽ ነገራት ካንፀልና ከም ዝኾነ ስለዚ እታ ደውላ ንዕኡ ናቱ ድሌታትን ናቱ ጥሙሓትን ናቱ ሃረርታን ንምርዋይ ጥራሕ ዝቆመት دولة. نعم. أيضا نجد يعني في شخصية السياسة الاستبدادية والسادية أيضا يعني. والسادية التي يعرفها العلماء باختصار باللذة بإعلام على الآخرين سواء كان لفظيا أو جسديا. فالشخص الصادي هو يعني شخص متسلط عديم الرحمة عديم المسامحة لمن أخطأ بحقه يعني بقصد أو دون قصد يعني. ويسعى أيضا بكل طرق تحقير وإهانة وإذلال الآخرين وسحق آدميتهم يعني. ودائما يعيش في الشك يعني. وبالتالي رأينا إسياس يعني في التاريخ الجبهة الشعبية يعني كيف تمت تسفية منكع، وقبل المنكع أيضا لما كانوا قوى التحرير الشعبية يعني مجموعة سياسة فورقي يعني داخل التنظيم أيضا كيف تم تسفية مجموعة 15 بعد الاستقلال وإدخالهم السجون يعني. والوزراء اللي كانوا موجودين ورفاق دربه اللي نادلوا معه أيضا يعني رفض إعادة جثامين البعض منهم اللي توفى في الخارج يعني. إنسان مات الآن حتى لو اختلفت معه يعني أقل شيء تحفظ له تاريخ يعني. لكن السياسة لا يريد هذا يعني. حتى لو كان هذا الإنسان من أخلص الناس له لكن اختلف معه يعني لا يمكن أن يعود إلى إثبات وهو هو جثة هامدة يعني. لذا لا ننتظر حقيقة أو أنا شخصيا لا أنتظر من السياسة أن يكون هناك مستقبل للوطن بهذه الشخصية وبهذه التركيبة يعني.
أيضا التعذيب اللي نراه في السجون وتهجير الشباب ورفض إعادة اللاجئين، يعني كل هذه المعاناة لا يمكن أن يحس بها يعني إنسان العادي الآن الإريتري قاعد يتألم لما يقولك فلان يعني شباب موجودين في ليبيا مهجرين في معتقلات وكذا، تشعر بألم تشعر بأسى يعني حتى لو يعني تسيء نفسيتك، يعني ما بالك لما تكون أنت قائد ومسؤول عن هذه الجماعة. حتى يعني في لامبدوزا يعني الشباب اللي ماتوا ونكست لها علم أوروبا سياسة وإعلام وقالوا لنا مهاجرين أفارقة يعني، ولم يتحدث عنهم أبدا. يعني المفروض مثل هؤلاء تزور أمهاتهم يعني تواسيهم حتى لو نفترض أن هؤلاء الشباب أخطأوا يعني، لكن هذه الشخصية المستبدة هذه الشخصية السادية كأنها تتلذذ بألم هذا الشعب يعني، ومع الأسف أصبح هذا الواقع المؤلم اللي نحن نعيشه. ባህርያትና ኢሳያስ ክትርኢ ከለካ ምልኪ ጥራይ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ምስኡ እውን ምልኪ ሳዲስት እውን እዩ። ሳዲስት ክንብል ከለና ኩሉ ናይ ካልኦት ሰባት ዘሳቅዮምን ዘጨንቆም ጉዳይ ንዕኡ ደስታ ዝህቦ ባህሪ ዘለዎ ሰብ ማለት እዩ። ስለዚ ብናይ ካልኦት ፀገም ብናይ ካልኦት ወፅዓ ብናይ ካልኦት ስቅያት ደስታ ዝፈጥር ንነብሱ ደስታ ዝፈጥር ማለት እዩ። ስለዚ ከምኡ እውን ኣብ ምጥርጣር ይነብር ብቐፃሊ ኣብ ምጥርጣር ብምንባሩ ከዓ ኩሉ ግዜ ኩሉ ኣንፃርቲ ኩሉ ዝጠራጠረሉ ጨካን ስጉምትታት ይወስድ። እዚ ንገዛ ርሱ ናይ ትማሊ ናይ ሕልፍ ኢልና ቅድም ኣቢልና ናይ መንካዕ ክንፍለጥ ፀኒሕና ትማሊ እውን ናይ ጉጅለ 15 እቶም ናይ ቀረባ ብፆቱ ዝወሰዶ ስጉምትታት ክርኢ ንኽእል። ከምኡ እውን ንኣብ ደስ ንዘይበልዎ ንኣብ ደገ ዝዓረፉ ብፆቱ እውን ሓመድ ዓዶም ከይለብሱ እውን ዝኽልክል እዩ። ስለዚ ካብ ከምዚ ዓይነት ሳዲስት ማለት ናይ ካልኦት ወፅዓ ዝሕጉሶ ናይ ካልኦት ፀገም ዝሕጉሶ ናይ ካልኦት ስቅያት ዝሕጉሶ ሓደ ነገር ፅቢት ኣነ ብወገነይ ዝፅበዮ ነገር ጨሪሰ የብለይን። ካልእ ሲትረፍ እንተደኣ ክንሪኦ ኮይና ንገዛ ርሱ መላእ ዓለም ናይ ኣብ ላምፓዱሳ ዝተረኽበ ማለት ከም ናይ ሓዘን መግለፂ ሰንደቅ ዕላማታቱ ፍርቂ ወይ ኣብ ዓለም ፍርቂ ፍርቂ ሰንደቅ ዕላማታቱ ሰቂሉ ናይ ሓዘን መግለፂ ክገብር እንከሎ ብወገን ኤርትራ ዝተዋህበ ነገር እውን እዚኣቶም ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት እዮም ዝብል እዩ። ኣዴታቶምን ወለዶምን ግን ኣብ ስቅያትን ኣብ ሓዘንን ይነብሩ። ስለዚ እዚ ኩሉ ዘሕጉሶን እዚ ኩሉ ዘደስቶን እዚ ኩሉ ባህ ዝብሎን እዚ ኩሉ ፍስሃ ዝፈጥረሉን ሳዲስቲ መራሒ እውን እዩ። ጥራይ ምልካዊ መራሒ ይኮነ። نعم. سياس ايضا في يعني وكانه بعيد عن الواقع النفسي ده اللي نحن قاعد نعيشه والمآثات اللي قاعد نعيشها. يعني عندما تحدث عن الاخفاقات تحدث معنا بصيغه جمع وليس هو المسؤول. يعني لم نستطيع تعبيد الطرقات، لم نستطيع بناء المطارات، تحدث عن تاريخ مسوع، وتحدث ايضا حتى الاسماك لم نستطيع الاستفاده منها حتى بنسبه 10%. هو تحدث عن 100,000 او 120,000 طن، يعني 10,000 طن قاعد نستخرج منها. يعني السؤال يعني بعد هذا كله فشل المفروض السحف اللي كان لما أنت باقي ل3 عقود في الحكم يعني بعد هذا الفشل. يعني العام الماضي قلت أنا فشلنا، هذا العام أيضا قررت لنا فشلنا. يعني إذا أنت ليه تبقى في الحكم إذا أنت فعلا قاعد تعترف؟ يعني وبعض الشباب علقوا يعني هل فعلا ده معارض هو ولا في حكم موجود يعني. وعندي سياسة الفشل يعني سببه نحن لأننا لم نطع كما يجب. يعني هذه النظرة يعني هو لا هو إنسان كامل وإنسان واعي وإنسان مقتدر. الفشل موجود في الجمهور يعني، وبالتالي يعني حتى يعني إذا صحت الكلمة بالتقرير مع انطمط يعني مع انطاخم تاشمو غيركم كده كان يتكلم يعني شطب لكم يعني كأننا نحن عايشين في ترف يعني. إذا من وجهة نظر السياسة المطلوب من هذا الشعب مزيد من التضحيات، مطلوب منه بأن يعني يعض على أسنانه ويخوض قمار الحرب يعني. وهذا الكلام أيضا مش سياسي يعني، حتى هتلر كان يقول هذا الكلام للألمان يعني سيسير السيف أداة الحرث ومن دموع الحرب سينبت الخبز للجيل القادم يعني. والسياس دائما يتكلم معنا يعني للجيل القادم، يتحدث عن جيل القادم وأجيال الآن من 30 سنة تقريبا جيلين تقريبا راحوا في هذه المأساة يعني.
بيساس نجزع سو أبزوان زكزارب ونكله بسانا أبزان لازم لنا بوتام سانا خمنين بدر أرحيق ونسنبينو نحنا عن بيننا كالبوتام لونا غيري زارب كل جزية زي تي زلوا بدلت نتي هزبين نتي أكوب يود الزارب بقول وانات أبز حلف وان كذكروا زخيل مالت حدا شحتون كنقفف سخبانا عصرت تون راح نقفف تن كتماتاتنا كونت صرغياتاتنا تي فابريكاتاتنا ازي كله يلون زبلو سلازي نمنتايد ام راح تركب نزبل حتون نزل علقن نسو ازي كله حصه ازي كله ترخيبو زلو نغرات كابو زي كونه كابتي حسرت كابتي حبرتسب ايو اب حد اوانات وين لبزبن راح مع انتاخون شت عبلنبل عمتا كمزي كله زبل وين كزارب تسمعوا مالتي لذلك كمتي هتلر زبلو تي مالت زين واقعلو ذلنا سيف مالت محرشا خوينو እንደገና ባኒ ከፍሪ ከምዝ خእል ኢሉውን ይዛረብ ነይሩ ስለዚ እዚ ናይ ኩሎም ናይቶም ምልካውያን ኣዘራርባዩ ብሓፂሩ ንሱ እቲ ኩሉ ዘሎ ጉድለት ካብኡ ዘይኮነ ካብ ሕብረተሰብ ንሱ ዘይኮነ ህዝቢ ስለዝኾነ ይደጋጊሙ يبلكان أي سرحكان أي جبركان زبل. السؤال الآن اللي يطرح علينا عشان نكون عمليين من يتحمل مسؤولية ما نحن فيه يعني هل الدكتاتور المعقد يعني بهذه التعقيدات النفسية أم أيضا الشعب يعني يتحمل جزء من المسؤولية كلنا عندما أقول شعب المعارضة لأنه بعض الشباب يحمل فقط تنظيمات المعارضة لكن كلنا يعني جزء من هذا الشعب جزء من هذه التكوينات اللي موجودين خارج السلطة يعني أحد الفرديات تقول الناس على دين ملوكهم يعني بمعنى إذا سلح الحاكم سلحت الرعية يعني وقد تكون هذه النظرية صحيحة أو خاطئة لكن أحد الفرديات يعني والكلام لأن الحاكم يملك القرار وفي يده السلطات وإمكانية التنشئة السياسية وعبر يستطيع أيضا إعادة الأمور إلى نسابها إذا ما انحرفت عن المسار العام للمجتمع والقانون لأنه هو صاحب السلطة يعني ممكن يقدمك للمحاكمة يوفر الموارد إذا كان يعني أمور تحتاج إلى موارد يعني ولأنه ببساطة يعني الشعب الإريتري يعني نراه الآن يعني ساكن ولأنه مكبل بقيود أمنية مكبل ب يعني دعايات موجودة هناك مكبل أيضا بالخوف موجود إن العدو فلان حيجيك والعدو الفلاني موجود في حدودك ويعني كأنه هذا الشعب يعني هي يعني ذهنيا ونفسيا ليتقبل يستسلم الوضع السيء حتى أصبح يركن إلى أن الشمس المشرقة هي شمسه والملك المنتصر هو ملكه يعني ما في يعني إلا هذا الحل يعني ولهذا أصبحت الأزمات يعني تتوالد في غياب المؤسسات الديمقراطية وغياب دولة القانون والمواطنة وانعدام الحريات وحتى حق التعبير والتنظيم والتفكير في داخل إريتريا وخارجها يعني حتى في خارجها أيضا أصبح الناس عندما تتكلم يعني هجوم كاسح موجود في هذا الجنوب أنت وياني وأنت كذا وأنت كذا يعني والشعب يعني لكن الشعوب عندما تصل إلى مرحلة من الانفجار وتكسر حاجز الخوف تستعصي على الحاكم وهذا اللي رأيناه في واقعنا ولا قاعد نراه الآن قريب لنا في السودان يعني الشعب قاعد يتحرك رغم كل القيودات ورغم كل القتل اللي موجود يعني إذن الجماهير يعني تتحمل قسط من المسؤولية وكما قال شاعر تونس الشابي إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب للقدر يعني إذا الشعب الإريتري عليه أن يعمل بكل طاقته حتى يستجيب له القدر واستجابه القدر ببنادق سدئة معدودة اللي ذكرناها في بداية الحديث استطاع أن يقلب أقوى قوة كانت موجودة ومدعومة من الشرق ومن غرب هيل سلاسي وجيشه يعني إذا نستطيع أيضا يعني أن ننتصر على إسياس ونستطيع أن نحمي بلدنا أيضا يعني ليس إسياس وحده سوبرمان اللي حيحمي إريتريا سيادتها وحدودها نحن بدولة ديمقراطية بدولة نتعايش فيها كلنا دولة المواطنة والقانون وعبر البرلمان الإريتري نستطيع أن نحمي إريتريا قانونيا ونحميها أيضا يعني كما حررها الشعب كله يستطيع أن يحميها الشعب كله يعني. እዚ ዘለና ኩነታት ሕጂን ባዕር እዚ ዘለና ኩነታት መን ይሓላፍነቱ ዝስከሙ ወይ እዚ ንብሮ ዘለና ኩነታት መን ይሓላፍነቱ ዝስከሙ ገሌና ማለት እቲ ተቃውሞ ንብል ንኸውን እዚ ግን ናይ ኩላህና ሓላፍነት ምዃኑ ናይ ህዝቢ ሓላፍነት ምዃኑ ክርዳእ ይግባእ ምክንያቱ ከዓ ኩሉ ግዜ ንሕና ከምቲ ዝበሃል
أحزاب سي مالت أمنتهم كم أمنت مراحتهم يبهال اتمراحي يو نتي من قد خاز يسلكا من قد خا زتات حالكا سلازي إذا كنت زجن كم زيلو كقصل وكم زيلو كنبر أي كإلني بزي مودعتها بزي بلو سلازي نحنا نجزء عرسنا كنتي كنتي كل جزء نريو بهجرنا لومي كلهم تم ناس نتات ناي مزراب يكون ناي صحافي وحسب كان ناي مدلاس يكون ناس نتات اللهم كبون سجاب وصاون يركبونا يكون زمن زي مفرراه زي بزم مفررات زي تاثر حزبي زلنا حزبي جن زي تاثرلو سنسلت وي زي تمحلو سنسلت كي صبروا يترفيو مالت ايكونن مخنياتو حزبي حد كمتي قطعماي تونساوي زبلو الشابي انت حدا معلتي حزبي مالت كنب ناي منبر قدايو كفتح دليو زتأثرلو سنسلت كي بتوخا يترفنيو سلمات كنتي طوين برهان كين دسا يترفنيو زبلو حزبي اب حدا اوان نزي قدايزي كجبرو مخانو منهم زي طلعت رايكونن كم تقدم حجي ناي حيل سلاسين قال اوتو كيدي بتيخو وين ناي زدليون زحلمون حلمو كون زغبره لوم وين نزي زي جبرلو مخنيات ولا حنتي لو نزي يرو خا مالت بجزات حقي بديمقراطي ببايتو ابيلو زم حضرلو نسوز دليو زغبرلون كي جبره زترف حزبي يلون ازوين رحقيو الكاك تزارب اي تخيلون. طيب أنا أختم الآن في يعني على أساس دائما أكون صلاح لما نتحدث منه عشان نحن ما نمشي فقط في التنظير، يعني خلينا أيضا يعني كل كلامنا نختمه بجوانب عملية إيش اللي ممكن نستطيع نعمله. يعني أنا حقيقة يعني معظم الشباب الآن يقول نحن بحاجة إلى قيادات كاريزمية، ونتيجة هذه القيادات نحن وقعنا في هذا الأمر والمعارضة ضعيفة. يعني أنا أميل حقيقة ليس قائد كريم اللي نحتاج قيادات متعددة في كل الجوانب الثقافية والفكرية والسياسية والاجتماعية وحتى الدينية أيضا اللي توجه المجتمع بشكل صحيح. يعني ونحتاج القيادات هذه أيضا تكون متمركزة في مؤسسات حتى ما نقع في نفس شخص واحد وصوت واحد وحزب واحد. يعني ولهذا أقترح يعني، وقبل هذا أيضا كنت تحدثت فيه، عشان نخرج من المتاهات اللي موجودة الآن، يعني إما تجراي إما أبي أحمد إما سياس إما كذا، يعني نحتاج القوى الوطنية أن تبلور ميثاق شرف وطني بمختلف يعني توجهات الفكرية، بمختلف يعني انتماءات الحزبية، بمختلف أيضا يعني المكونات الموجودة في إريتريا. إن نحن يعني إريتريا دولة مستقلة ذات سيادة، لا يمكن أن نفرط في سيادتنا الوطنية. نحتاج أن نبني دولة المواطنة تتعايش فيها كل مكوناتها. هذه الدولة تحكم بالقانون، تحكم بالمؤسسات، وتتعايش مع جيرانها يعني وفق مصالح يحددها الشعب الإريتري ومؤسسات. يعني هذا الميثاق ممكن مجموعة من الكفاءات اللي عندنا تجلس وتبلوره ويكون محدد ومحصور، ما يكون فيه خطاب عام حتى تستوعبه الجماهير. بجانب هذا الميثاق يعني مقترح اللي أراه، يعني الواقع في إريتريا يمكن يجبرنا إلى خيارات مرة وصعبة. يعني إذا نحتاج نحن يعني أن نكون حكومة الظل الوطني، يعني وحابلور ما المقصود من حكومة الظل. يعني كانت مطروح حكومة المنفى من ناس أخونا صالح قادي وصالح يونس، ولكن عدد من القوى المعارضة أو عدد من الناس رأت صعوبة هذه حكومة المنفى لأنه تحمل تكاليفها الآن وأرضيتها غير موجودة. يعني حكومة الظل يعني في مصطلح السياسي يعني هي نشأت في بريطانيا ونشأت في بيئة مستقرة، وبالتالي أكبر أحزاب المعارضة يكون حكومة الظل يعني بوزرائها. يعني
واحيانا قد يكون مدفوع له لانه يراقب الوزير المقابل له. لو سقطت الحكومه تكون المعارضه جاهزه لتتحمل مسؤوليه البلد عشان ما يكون في فراق سياسي. يعني البعض قد يرى يعني شروط هذه الحكومه غير متوفره في واقعنا الرئاسي، نفس الحجه اللي كانت في حكومه المنفى. يعني لكن لماذا نحن نكون اسرى لمصطلحات؟ يعني ما المصطلحات هذه تتطور يعني وتتواءم مع كل بيئه. يعني فاذا كانت حكومه الظل هي في دول مستقره لانه يعني في احزاب، خلينا احنا نكون حكومه الظل الوطني مع انه ما في اريتريا الان حكومه يعني، وبالتالي نكيف جوهر الفكرة هذه لواقعنا الإريتري ونستخدمها بحيث يعني تتواكب مع تحديات اللي حتواجهنا. يعني دور هذه الحكومة هو يعني في حكومة الظل هو متابعة زي ما ذكرنا الحزب الحاكم يعني، لكن نحن خلينا نتابع الوطن الكل يعني. يعني وحكومة الظل أيضا هذه في الدول الديمقراطية هي رصد الأقصاء وسونا لمعالجتها بشرط أن يتمتع هذا الرصد بمصداقية عالية وأن يكون هدف من التنافس أن يكون تنافس شريف وفي خدمة الوطن. نأخذ هذه المعايير، نأخذ هذه الأشياء ونكون نحن فيما بيننا أيضا حكومة الظل الوطني بدل ما تكون حكومة الظل فقط، عشان ما يقولنا واحد إن هذا المصطلح استخدم في بريطانيا وهي يعني في دول مستقرة وفي الديمقراطيات الموجودة. نحن نأخذ الفهم وجوهر الفكرة ونحولها إلى واقعنا الإريتري، وبالتالي نكون مستعدين. ويمكن يعني أسباب هذه المسألة ممكن في الشريحة اللي حاختم بها هتكلم فيها إن شاء الله. مباركس أنا بحد جبراو نجارات كتقاللهم وبزربايون وكتقالل فتو نحنا بزح جزية يزربيو كاريزماوي مريحنات وي مالت كله زعسلو مراحي بزعبون الزاربين. أنا قلنا زي زلينا كويس معنا بزوانتي زتفعلوا والت بزح شنخات زلهم مريحنتات يتليونا وقات كلاو السرار حنقنياتو أبتي زحلفة جيجا أبنعوز مسل جيجاتات كنت تسمي بالنا أتي ممرح بتوم تكالات توم زمر حقا وش تكالات كونهم تكالات زمر حنبر سبات ني زلوهم بقعات وين زلوهم حيلت راح بروك مرحقا زد الله كوينو أي رخبون سلازي زد خكل كوينو نعتم مالت زلينا على جناب زوان زز تفعل على بوليتيكاوي ودباتنا دين سلفتاتنا يكون حدا ناي حبار هجراوي كيدان كلينا يزخاني نزل لنا كونتات كم يجرنا نعمون كم يجرنا نتلوكين نمسون زجبر بحبار الناس سمع عنه ناي حبار كيدان كنجبر يقد سنة مالتيو بزب لنا خالف كنكيد مثل نزل مردي من قست أبسدت بحلوين سمعها إذا كان من قست أبسدت وانزين رسول جبراونتن مستكونتنا جبراون مستلو كين أي نريون ما أي يعني نجزع رسول إذا من قستي أبسدت وين يتقاوموا من قستي زبحلوين مالتيو سلازي إذا نجزع رسول أبحد إنجليز كم تموكروز ترعيو نسخ أبحد الديمقراطية وهجر تي مالت تي من قستي هلو يتقاوموا خا ناي سلال منغستي وين يتقاوموا منغستي تباهلو استايبل اذا خا كل غزي نحنا حجي ازوم قالات زياتهم وي بقالات نفعل يلهم زي كونه مستكوننتنا مستنبرو زلنا مستكنعوتو ندل زلنا لو كان رغصو ندل تبس سامع علنا نغرات كنمرص انبر اسرات ناي حدا ناي كال تمكرو وي ناي كال سياميتات كنكون يملان اتنو غبرو مستكوناتنا السما معك خون يقبا معناته ابزين غزا ارسو اتي منغستي ابسدت وي اتي ناي سلا مالت ناي تقاومو منغستي زبحال ابز ديمقراطياو هاغرات نايتي جيجا نايتي اب ممرح زلو منغستي ان تخاتاتلكا زي زكايد قالسيو نحنا جن أبز وانزي نسزي كوناتاتنا أزي بالسامع ولا نزز مسل انتخونوين ناي حدا تمكرو أسور وين حدا أتحساس بأسورات يكونه نزل نبرو زلنا كوناتات بالسامع من جدي كجبر يكال إلى عني. طيب يعني لماذا يعني أقول أنا المجلس الوطني بالذات ككيان الآن موجود يحتاج إلى تكوين حكومة الظل ومجلس الشعب.
يعني ما هي الفكرة أو المبررات، وأيضا تحرير المصطلح. قلنا المصطلح نحن المفروض ما نكون أسرى لمصطلحات، عشان المصطلح كده هو عشان الفهم كده هو في المكان الفلاني، المفروض يعني ما يكون في واقعنا. لا، نحن نحاول أيضا نطور أدوات، ما نكون نقلد التقليد لكن نستفيد من عبر ومن التجارب. ولما أقول المجلس الوطني يعني حكومة الظل هذه أيضا تكون مفتوحة على مستوى الأحزاب، على مستوى الكيانات. أي مجموعة تستطيع أن تكون حكومة الظل يعني أنا في نظري تنطلق، يعني لأنه حيكون عندنا مجموعة من الناس حتى إذا لم يصلوا إلى السلطة حيكونوا مستشارين، لأنه يعني واحد حيدرس وزارة الاقتصاد، واحد حيمسك وزارة الخارجية، واحد حيعمل كذا، وبالتالي حيعمل دراسات يعني أي واقع اللي حيناسب في إريتريا. لما ده يكون يعني من النخب يعني جاهزين، أو بالذات لما يكونوا مجموعة حيكون عندنا عدد من الخبراء. لكن خلينا الآن أقول المجلس الوطني لأنه هي المؤسسة الجامعة اللي موجودة وفي عدد من التنظيمات. يعني لماذا نحتاج يعني حكومة الظل الوطني؟ لأنه في ظل الأوضاع الراهنة اللي نحن قاعد نمر بها إريتريا حقيقة يعني المخاطر محدقة بها من كل جانب، وكلنا قاعدين نتحدث في هذا الأمر. يعني هذه المخاطر قاعد تهدد سيادتها وقاعد تهدد وحدة شعبها، يعني وبالتالي في وجودها ككيان أصبح في خطر. يعني إذن لابد نكون نحن جاهزين عشان نكون البديل. يعني النظام الحاكم أيضا سلطة مستبدة وليست لها أي شرعية انتخابية أو دستورية، يعني لم ننتخب السياسة ولا المجموعة الحاكمة معه. في الأصل أيضا حكومة مؤقتة حتى الآن وفي وثائقها، وكان يجب أن لا تتجاوز أقصى حد زمن 3 أعوام، أخذت 30 عام يعني. والظروف الراهنة التي تمر بها منطقة القرن الأفريقي يفتح الأبواب على مسارعها لكل سيناريوهات واحتمالات، مما يعرض الوطن لحالة فراق وفوضى يهدد وجوده وكيانه. يعني إذا نحن كيف نستعد؟ لذا يجب على المجلس الوطني بالتعاون مع كافة القوى الوطنية البحث بشكل جدي عن بدائل حقيقية تجابه كل التحديات، والتفكير في حلول ناجعة وابتكار وسائل جديدة. وأن حكومة الظل الوطني ومجلس الشعب أحد هذه الأفكار. يعني بدنا نقول نحن كان عندنا تحالف، بعدين مشينا إلى مجلس الوطني، لماذا ما نطور هذه المسألة ونخليها مجلس الشعب هذا ويكون على شكل برلمان، تكون فيه كتل، كل كتلة تقدم مشروعها وتقدم يعني مرشحيها، وبالتالي يقاد هذا مجلس الشعب هذه من خلال هذه الكتل، ونعمل ميران ديمقراطي برلماني ونحن موجودين في الخارج، وعدد من النخب اللي عندنا تكون لنا حكومة الظل، ويعني على عدد من الوزارات، وكل وزارة تجلس وتدرس يعني ما هي الخيارات الممكنة، ما هي الصعوبات اللي تكون موجودة. لما ندخل البلد نكون جاهزين، حتى لو كنا في معارضة وما كنا في السلطة نعرف وين المشكلة موجودة وكيف نستعد لها. يعني وبالتالي يعني لابد يعني عشان نملأ الفراغ لابد نكون مستعدين، وحديثنا ما يكون حقيقة يعني أقول يعني ترف فكري ونقاش ثقافي وسياسي، لأنه نحن في حوجة حقيقية موجودين. شعبنا قاعد يعاني في كل مكان، اللي في السودان قاعد يعاني، في إثيوبيا قاعد يعاني، شبابنا الآن اللي كانوا في معسكرات في التجراي ما نعرف مسيرهم، بعدهم خطف، بعدهم قتل، بعدهم شرد. يعني الناس اللي موجودين حتى في السعودية اللي كانت تعتبر دول آمنة، يعني الآن أصبحت عوائل في الشوارع نتيجة البيوت هدمت وما عندهم مخارج، مصر ما تستقبلهم لأنه أصبحت معبأة بإريتريين. يعني في كل الواقع اللي نحن موجود فيه حقيقة لابد أن نسرع خطانا، وما عندنا وقت حقيقة للترف. وإخوة يعني أجلاء مناضلين يعني أفنوا عمرهم وشبابهم يعني في إريتريا موجودين معنا في يعني في هذا الأمسية، يعني يتمنوا فقط إن هم يعني بقية عمرهم أن يقضوه في إريتريا، وليس مثل زملائهم الآن اللي قضوا نحبهم وفي المنفى بعد هذه كل نضال. إذا نحن يعني بحاجة أن نتحرك بشكل سريع وبشكل عملي، ونستخدم كل إمكاناتنا وطاقاتنا وبشكل يعني وطني وبشكل عقلاني وبشكل يعني ناخذ خطوات عملية وسياسية جريئة عشان نتجاوز هذه المرحلة الموجودة فيها ويحترمنا الآخرين، وبالتالي نجي بأفكار جاهزة وليس بتنظير يعني لا يتطابق مع الواقع، ونعيش في شكوكات. لو أنا عملت كده الحزب الفلاني حيقول كده، لو عملت كده القائد الفلاني حيكون كده، لأنه حتى نحن سيكولوجيا القيادة أيضا تنطبق في المعارضة إذا لم تستطيع أن تحرك اسمه، والجمهور ما حيستطيع يعني يستوعب كل هذه القضايا والتعقيدات. يعني إذا هذه الفئة المدركة هي عليها أن تتحرك يعني رؤى جاهزة تحقق مصلحة الجماهير وليس مصلحة الأفراد، لأنه نحن يعني عمرنا قاعد يفني. يعني خلينا
خليك اخواني الكبار اللي نادلوا وافنى عمرهم وشبابهم في الثوره وكانوا مناضلين، نحن الان وصلنا في الخمسينات، ما باقي لنا الا قليل من السنوات. نسال الله سبحانه وتعالى ان يعطي الجميع الصحه وعمر طويل. وشكرا لك اخ ابو امين واخ ابو سلاح، واشكر الاخوه جميعا على هذا الاستماع، واسف اذا كانت في هناك اطاله، لكن الحديث كان مع اخونا سلاح انه حياخذ 40 دقيقه مع الترجمه ساعه ونص اعتقد في هذا المسار موجودين. شكرا لكم، السلام عليكم. مباركة سابتيناي تقاومو منغستي خناتون كلنا احنا كل بسفيح اكال زتقالله هاغراو بايتو አለና እዚ هاغراو بايتو እዚ ናይ ተቃውሞ መንግስቲ ዘይንገብረሉ ምክንያት የለም። ኣብቲ ዘለዎ ብዙሓት ኣካላትን ዝተፈላለዩ ኣካላትን ኣብ ዝተፈላለዩ ሚኒስትራትን ብኩሉ ሸነኻቱ ኣብኡ ዝዓስልዎን ኣብኡ ዝኣትውን ጌርና ክንገብር ንኽእል ኢና። ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይ ንምንታይ ኢና እዚ ናይ ተቃውሞ መንግስቲ ወይ ናይ ስደት መንግስቲ ንብል ዘለና? ምክንያቱ ኣብዚ እዋን እዚ ብሓደጋ ተኸቢብና ስለ ዘለና ሉዓላውነትና ኣብ ሃገራዊ ናጽነትና እውን ከይተረፈ ኣብ ሓደጋ ተንጠልጢሉ ስለ ዘለ ንምስራቱ ኣገዳስነት ኣለዎ። ምስ ኩሎም ካልኦት ብምትሕብባር እቲ መንግስቲ ከምኡ እውን ናቱ ሓጋጊ ኣካል ባይቶን ኣብንካ ዘይንቀሳቀሰሉ ምክንያት ናይ ግድን ኣይኮነን። ከምቲ ኣብ ካልኦት ዝተረኣየን ከምቲ ኣብ ካልኦት ዝተገብረን ነቲ ናይ ካልኦት ስም ሒዙ ከምኡ መልክዕ ክንሃንፆን ክንቀርፆን ናይ ግድን ኣይኮነን። እንታይ ኣምስቲ ኩነታትና ምስቲ ዘለና ሃለዋት ብዝሰማማዕ መንገዲ እቲ መንፈሱን እቲ ተግባሩን ክንገብሮ ንኽእል ኢና። እዚ ንገዛእ ርእሱ ሎሚ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ኣቲና ንገብሮ ዘለና ምንቅስቃስ ንገዛእ ርእሱ ፅባሕ ምስቶም ንሃገር ምስ ኣተውና ንገዛእ ርእሱ እቲ ሎሚ ኣብዚ እንቐስሞ ተመክሮ እንገብሮ ልምምድ ናይ ዲሞክራሲ ድዩ ናይ ውሳኔታት ናይ ምውሳድ ድዩ ናይ ሚኒስትራት ስራሕ ኣሰራርሓ ድዩ ንገዛእ ርእሱ ነቲ ዝገጠመና ችግር ከቃልሎ ይኽእል እዩ። ስለዚ ኩነታትና ብሓቂ ኣሰካፊ እዩ ዘሎ። ኣብዚ ንገዛእ ርእሱ ብዙሓት ኣብዚ ምሳና ዘለው ኣለው ዕድሚኦም ሙሉእ ኣብቲ ቃልሲ ዝነበሩ ንሕና እውን እንደገና ንርክቦም ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ብዝቐልጠፈ እዋን ነዚ ኩነታት እዚ ኩነታትና ብከምዚ ኩነታት እዚ ሰሪዕና ነዚ ኩነታት እዚ ከዓ መዕርፎ ጌርናሉ ኣብ ሃገርና ዝተረፈ ዕድሜና ኣብ ሃገርና ኣብ ሃገሮም ዝነብሩሉን ንሕና እውን ኣብ ሃገርና እንነብረሉን ኩነታት ክንፈጥር ክንክእል ኣለና። እዚ ግን ተባዕ ስጉምቲ ምውሳድ የድልየና። ተባዕ ስጉምቲ ከዓ ግድነት እዩ፣ ምርጫ ኣይኮነን። ግድነት ስለ ዝኾነ እዚ ምርጫ እዚ ክንወስዶ ይግባአና። ስለዚ ኣብዚ ወዲእ ኣለኹ ኣንፈ ኢልኩም እንተኮይነ እቲ ዝተዋህበና ግዜ ተጠቂመለን ኮይኑ ይስማዓኒ፣ ብዝተረፈ ይቀኒየለይ። وشكرا لك اخ جماعه على الترجمه. شكرا، عفوا. افتح المايك امين، افتح المايك امينو. اوكي سوري. شكرا جزيلا استاذ محمد نور كراني. فعلا يعني الندوه كانت قيمه واستفدنا اشياء كثير. بلبنا مسجنا كان بحقي مهارن اقداس زخونه تخصو حزكاز قربكا